معاكم النهاردة. إن شاء الله يعني النهاردة تكون السيشن لطيفة وخفيفة والناس تقدر تستفاد منها بشكل كبير يعني الفترة الجاية. طيب احنا السيشن النهاردة احنا بنتكلم في البرفورمانس شوية، مش الجزئية الخاصة بالحاجات الأساسية بتاعة الميديا باينج. فاحنا عندنا ثلاث حاجات أساسية في أي شغل بنبدأ نشتغل عليه. إن لو احنا ماسكين براند أو بدأنا شغل مع بروجكت، لو البروجكت ده من الأول خالص من الصفر، فأنت بتبدأ تحط الخطوات بتاعتك وتحط الشغل بتاعك زي ما كان أستاذ إسلام شرح السيشن اللي فاتت. والجزئية التانية، طب لو هو كان شغال مع حد وانت داخل تشوف الدنيا واقعة الدنيا مش ظابطة، لما بيجي يعمل سكيل بتضرب الكلام ده كله، فبتعمل اوديت ال على كل بقى الحملات الإعلانية اللي شغالة على المنصات، على الكلام ده كله. طيب انت حتى بعد ما بتعمل اوديت بتبدأ تحط ايه؟ تبدأ تحط الخطوات دي بتتلخص في ثلاث حاجات احنا بنبدأ بيهم يعني. اول مرحلة هي مرحلة التستنج، وبعديها الاوبتمايز، وبعديها السكيلينج. دول ثلاث خطوات احنا بنمشي عليهم. طيب اول خطوه هي خطوه التست. التست ده انت في ثلاث حاجات. انت بتست ايه، وبتست ليه، وازاي تتست. تمام. يعني انا معايا دلوقتي بروجكت، ايا كان البروجكت، مثلا وليكن حاجات كوزموتكس. طيب انا معايا كذا حاجه، في معايا برودكت من كذا برودكت، عايزه تيست البرودكت. فدي اول حاجه. عايزه تيست الكرييتيفز بتاعتي، عايزه تيست الفيديوز. هل هشتغل فيديوز ولا هشتغل صور ولا هشتغل كارسل؟ طب لو هتست مثلا عرض سعر مختلف، عامل اوفرز مثلا مختلفه، فهتست الاوفر دي. هتست اودينس، الاودينس بتاعتي هشتغل ازاي؟ هل هسيبها برود، هسيبها كلها مفتوحه، واشتغل اي اي واسيب المنصه هي تودي لي، ولا انا هتست انترستد معينه، ولا انا هتست مجموعه انترستد مع بعض؟ طيب ولا انا هتست محافظات معينه؟ طيب لو انا هتست في اعمار سنيه، هعمل ايه في كل ده؟ طب ايه كمان ممكن اتستو؟ الانجلز بتاعتي اللي بشتغل بيها، اللي انا عايز اطلع بيها للاودينس ده. طيب اللي انا بتستو ده كله، طيب انا بتستو ليه؟ بتستو عشان اوصل لحاجات وينر. ايه الحاجات الوينر دي؟ اللي هي ان انا الكرييتيفز بتاعتي، الاودينس بتوعي، الاوفرز بتاعتي، والانجلز بتاعتي. طب ليه انا بتست دول؟ عشان اوصل للوينرز دي. الحاجات دي ان انا خلاص بقيت عارف الاودينس الوينر مع الكرييتيفز الوينر مع الاوفر الوينر مع الانجل الوينر. طب ده هيساعدني في ايه؟ ده هيساعدني ان انا بعد كده اقوم عامل اوبتمايزيشن على الكامبين، احسنها، وبعد كده سكيل على طول. فلما اجي سكيلنج ابقى انا عارف انا بروح فين في السكيل، وابقى انا اقدر اكبر، وان انا ابدا اتحرك في الكلام ده كله. طيب ازاي بنتست اصلا؟ علشان اتست الحاجات دي كلها، هي في كامبينز واحده هي الافضل طبعا في فكره التستنج، اللي هي الاي بي او. ان انت بتعمل كامبين، الكامبين دي تحتها اد ست، وكل اد ست انت بتديها اد كرييتيف واحد، وبتدي البادجت للموضوع ده كله. فدي الجزئيه الخاصه بالتست. فاحنا هنمشيها مراحل كده، ده بالنسبه للتستنج. طيب في حد عنده مشكله في الحاجات دي ممكن نتناقش فيها مع بعض. انا مش حابب ان السيشن تبقى ان انا بتكلم والناس قاعده تسمعني بس، انا حابب ان احنا نشارك علشان الناس تستفيد بشكل اكبر يعني. فلو حد عنده سؤال في الحته دي نبدا نتكلم فيها مع بعض. ممكن استاذ احمد عبد الغفار، يعني الناس تفتح السبيكر وتتكلم عادي يا جماعه. مش انا اصلا يعني ايه، بشتغل عملي اكتر من ان انا يعني بعدي سيشنز والحاجات دي، حتى المهندس خالد عارف ده السلام يعني. عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا هندسة؟ لو في مم. سكرين تشاركها معانا يبقى أفضل معانا. سكرين كايه؟ ككامبينز يعني، ان احنا ازاي نعمل تيستنج مع بعض.
يعني لو تشارك شاشة مثلا أو أي حاجة مثلا، بحيث إن احنا نكون على أرض الواقع معاك. ماشي، انا هحاول افتح لكم حساب اعلاني من عندي، هذا اكونت كده. وممكن نجرب مع بعض التستنج بتاعتنا. تمام، هنكون شاكر أفضلك جدا يعني. لا 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 خالص، ما فيش اي حاجة، انا معاكم. طيب، في اي حد عنده اي سؤال تاني في الحتة دي؟ طيب كده النقطة دي واضحة طبعا. طب ما حدش هيسأل البادجت بتاعتي لو صغيرة هنتست ازاي؟ يعني ده أهم آه، سؤال. اه. ده بقى يعني هنبدأها بقى، يعني مثلا إيه أقل بادجت ممكن تست عليها مثلا؟ بص، فكرة مفيش حاجة اسمها أقل بادجت، ومفيش حاجة اسمها أكتر بادجت. وفكرة البادجت دي هي، لو أنا بشتغل مع نفسي دروب شيبينج، أنا محتاجة تيست، طب أعمل إيه؟ طب لو أنا كلاينتس قايل لي إن الميزانية بتاعته كذلك، طب أنا هشتغل إزاي؟ فلذلك أنت أول حاجة أنت بتعملها إن أنت لازم بتروح تدرس السوق بتاعك اللي أنت تشتغل عليه، تدرس المنافسين، تشوف المنافسين، إعلانات المنافسين شغالة إزاي. وطبعا بتشوف بقى الوينرز بتاعتهم اللي شغاله من بدري، وتفهم هو ده ليه وينرز، وتبدا تشتغل، يعني بتقطع على نفسك الشوط ده. طيب، انت دلوقتي معكش بادجت كبيره، فبتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تقسم الحاجات اللي انت هتست بيها خلال فترات معينه. يعني مثلا انا اول اسبوع مثلا هتست على الكرييتيفز ده، بس. تاني اسبوع هتست على الاودينس ده. تالت اسبوع هتست على المحافظات دي. تمام. تمام. فانا بتبدا توزع البادجت بتاعتك على التستنج اللي انت هتشتغل عليه. تمام. فاهمني؟ بحيث ان انت توصل لافضل حاجه. طب لو انا معايا كذا برودكتس كتيره، مثلا معايا برودكت، انا معايا 5 برودكت وعايز اعرف الوينر برودكت، بتعمل نفس الكامبين اللي هي الاي بي او، وبتحط كل برودكت جوه الاد ست بتاعته، وبتشتغل برود. ليه؟ بتسيب الدنيا تطلع لك، هي تروح تشوف. وطبعا مع اول 3 ايام البرودكتس اللي بيبقى وينر معاك، من حيث ان انت بتجيب بيجيب لك عدد اوردرات بتاخده، وتروح بقى بيه تروح تديله بادجت زياده شويه، وتست عليه اكتر من حاجه. بعد كده تبدا تعمل عليه اوبتمايزيشن، وتبدا تسكيل، ما توقفش الباقي، لان الباقي لسه برضه هيبدا يجيب معاك. فاهمني؟ تمام. بس في حاجات بتفايلر من اول مره. طيب، اللي بيخليك تاثر على نفسك المسافه دي شويه هي ايه؟ هي فكرة ان انت بتشوف الكومباتيتورز بتوعك، وتفهم المنافسين بتوعك بشكل كويس، وتفهم البرودكت بتاعك بشكل كويس جدا. البرودكت بتاعي ده بيحل مشكلة ايه؟ دي اهم حاجة. مم. يعني ايه الحاجات اللي البرودكت بتاعي ده بيحلها، وانا اقدر اركز عليها في الانجلز بتاعتي، وفي الفيديوهات بتاعتي، وفي الرسالة التسويقية بتاعتي، والاكشنز بتاعي اللي العميل بياخده. فاهمني؟ تمام. فده بيأثر علينا شوية المسافة، لأن دي في أغلبيتنا. طب جزء التستنج ده ليه مقدار كبير في الوقت الحالي، بعد التحديثات الكبيرة اللي بدأت تحصل في ميتا خصوصا، وفي تيك توك وسناب وجوجل. فالألجوريزم نفسه بدأ يساعدك في حته التستنج دي، لان هو بيروح وبيشتغل مع نفسه. فبتبقى في الاغلب ان انت بس بتست هو البرودكت ده هيجيب ولا مش هيجيب، طب لو جاب يلا بينا. وهو بيساعدك في ده. فانت بتبقى الحاجات اللي محتاجه شغل الفترات دي بتبقى الاوبتمايزيشنز، وبتبقى السكيلينج. تمام. فدي الحاجات اللي بتبقى يعني ايه، في الوقت الحالي من بعد التحديثات، من بعد اندروميدا، ومن بعد الاي اي ما دخل في الاغلب. فهو خلاص هو بيبقى مصنف الاودينس بتاعنا، بيبقى حاطه فين، مين اللي ممكن يجي يشتري من عندك. طيب، الجزئيه بتاعت البادجت، دي مش عارف الناس برضو عندها علم بيها ولا ايه الدنيا، ان الناس تحدد البادجت بتاعتها
في حد عنده مشكلة في الحتة دي؟ انا عندي مشكلة، انا ما اعرفش احدد البادجت بتاعتي بالظبط. مم. طيب حد تاني عنده الجزئية دي يا شباب؟ طيب جزئية البادجت دي يا أحمد سهلة، يعني فيها أساس كده. احنا بنشتغل عليه لما بتكونش الدنيا واضحة وانا معايا بادجت قليلة مش عارف اشتغل عليها ازاي. فانا عامل معاك شير سكرين لده دلوقتي مثلا. هو انا ما عنديش بس اكسس الامكانية ما عنديش اكسس شير. ان انا اشير، فمش عارف مين مش مهندس كده. طيب انا كده ماشي خلاص، انا كده عملت شير. طيب احنا دلوقتي انا هعمل اي كامبين وليكن مثلا كامبين سيلز. انا هنا بقفل طبعا الكتالوج دلوقتي. انا هنا بشتغل اهو، ده الاي بي او اللي انا بشتغل عليه، ان انا بخلي كل اد ست ياخد بادجت معينه. تمام. في الكامبين بتاعتي. تمام. طيب فبعد كده بدخل على الاد ست بتاعتي الاولانيه. طيب انا مثلا دلوقتي معايا منتج يقدر نوصل بيه لكل المحافظات بتاعت مصر. تمام. ويقدر ان احنا اهو، مش عايز اتريد. طيب انت بعد ما بتحط كل الحاجات بتاعتك اللي ليها علاقة بالاستهداف، او ان انت دلوقتي خلاص حددت مثلا المحافظات اللي هتبدأ تشتغل عليها، وال ال مش عارف في تهنيجة في الادز مانجر، مش عارف ليه. فانا ببدأ هنا احط البادجت بتاعتي، وليكن مثلا دلوقتي هي 100 جنيه مثلا. تمام. تمام. انا هشتغل مصر كلها. تمام. انا دلوقتي مم. هشتغل مصر كلها. حلو. طيب انا عندي في مصر كلها، انا المنتج بتاعي مثلا وليكن حاجات ليها علاقة بالكوزموتكس مثلا، الحاجات اللي بتستخدمها البنات بشكل كبير. تمام. فانا بتارجت بنات بس. تمام. تمام. حلو جدا. طيب انا مثلا الناس اللي بتشتري المنتج ده هي بتكون مثلا من 18 سنة لحد مثلا 44 سنة. تمام. دي كلها حاجات انا قاعد انا قاعد انا بحطها وفقا لما انا درست المنتج بتاعي وعرفت المشكلة اللي هو بيحلها عاملة ازاي. لو انا ما حطيتش دلوقتي اي حاجة ليها علاقة بالاستهدافات خالص، ده بس عشان اد اكونت جديد فبتبقى في مشكلة. شايف اللي انا معلم لك عليه ده؟ هو تمام. ده الاودينس بتاعتك انت اللي انت دلوقتي حددتها. كل ما انت عمال بتقلل، يعني كل ما انت مثلا ما بتحط حاجات، الموضوع ايه اللي بيحصل؟ ان بيقل. هو بتلاقي الرقم ده شوية بيقل بيزيد على حسب الحاجات اللي انت بتحطها. حلو. مم. طيب الرقم ده المفروض ان هو هنا بيديك حاجة اسمها الريتش بتاعك بشكل يومي. تمام. ايوه. يعني ده كده البوتنشال ريتش بتاعك من 11.5 مليون ل 13.5 مليون. تمام. فبيجي يقول لك بيجي يقول لك مثلا هتلاقيها تبقى موجوده تحت السلسله عشان اد اكونت جديد. يجي يقول لك انت هتوصل مثلا في اليوم من 10 ل 20 الف واحد. حلو. مم. طيب انت البادجت بتاعتك لازم تكون
في المتوسط بتاع الريتش ده على الاقل 1% من المتوسط ده. مش فاهم برضه. هقول لك، لو هو بيقول لك ان انت مثلا هتوصل من 10000 ل 20000، المتوسط ايوه، بتاعهم كام؟ المتوسط. 30000، مجموعهم 30000 على الاثنين يبقى 15000، صح كده؟ ايوه تمام. الواحد في المية منها كام؟ 150. يبقى انت ده 1500. البادجت بتاعتك للاد ست دي، ان انت ما ينفعش البادجت تقل عن 150 جنيه. امم. فكده انت عرفت بتحدد البادجت بتاعتك ازاي. يعني انا بجمعهم واجيب المتوسط بتاعهم يعني. بتجمع الريتش مش البوتنشال ريتش، يعني هو عشان بس ده اكونت جديد، فهو بتجمع هنا بيبقى مديك الريتش بتاعتك ان انت هتوصل في اليوم من كذا لكذا. ايوه فهمتك اه. تمام بس. طيب تمام. انت دلوقتي اهو، انا وليكن عشان حضرتك كنت ما بتسأل على يقلش فكرة اتفضل. ما يقلش عن 1% وما يزيدش عن. لا ممكن يزيد عادي، انت بتزيد عادي، ما عندكش مشكلة، بس ما ينفعش يقل عن 1%. طيب هو انا عامة يعني انا شغال في مجال المطابخ. تمام. بحط انا يعني مثلا كمتوسط ما بصيتش للحتة دي. امم. بقوم حاطط مثلا كمتوسط يومي مثلا سي 500 جنيه. ممتاز. تمام. فساعات اسبوع مثلا تلاقيه ماشي ظبط معايا على 500 جنيه. ساعات مثلا لما بقللها 300 400 جنيه يكون ظابط معايا برضو. ساعات الاقي يعني ايه الجمهور نفسه مش افضل حاجه بالنسبه لي او مش عميلي. هو مش بعت لي العميل امم. اللي انا بتاع انا. ديت امم. متعلقه بالبادجت. لا دي متعلقة بحتة اللي انا كنت لسه بكلمك عليها، الجزء الثاني اللي هي فكرة الاوبتمايزيشن. اللي امم. هو ايه، اللي هو الطبيعي ان انت بتعمل الكامبين، فتلاقي الكامبين كلنا حتى من الجزئيه دي، كامبين اول يومين بتبقى حلوه جدا، 3 ايام بعديها تلاقي الكامبين ضربت، اوقفها وارجع اشغلها تاني فلاقيها حلوه، بعد كده تضرب تاني فاوقفها. فانا مش عارف هي الكامبين بتضرب وهي نفس الكامبين، انا ما غيرتش فيها اي حاجه، صح؟ بالظبط اه. دي بتبقى حاجه ليها علاقه يعني بالاوبتمايزيشنز اللي بيتم، وقرايه الداتا اللي انت بتعملها، ودي اصلا محور الكيس ستادي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. يعني الكيس ستادي بتاعتنا دي كنت انا شغال عليها انا والباشمهندس خالد. آه يعني حاجه كبيره جدا، في كانت هي دي كان حلها فكره ان انت الاوبتمايزيشنز اتعمل ازاي، والتحسينات اللي بتتم، وقرايه الداتا، وكانت ايه المشكله والكلام ده كله، فالحته دي احنا هنجيلها. خلاص تمام. تمام. طيب احنا هنا كده زي ما قلت لك، انت هنا بتعمل مثلا وليكن انت هتشتغل مثلا على القاهره بس، فبتسمي بقى، مهم ان انت تسمي الاد ست بتاعتك بالحاجه اللي انت بتست بيها، عشان لما تيجي تقرا ويبقى عندك كذا كذا حاجه بتست عليها تبقى انت فاهمها. فانت هنا بتضيف بس فكره ان انا مثلا انا هتست مثلا في الاول على المحافظات مثلا، عايز اشوف ايه اكتر محافظه مثلا، هتست على فئه عمريه، فبكتب بقى يعني مثلا الفئه العمريه دي من 18 ل 22، فانا بتست الحته دي. تمام. امم. انا بتست مثلا ان انا بشتغل مثلا برود مثلا، ومع عمر معين، علشان اعرف انا هجيب الجزئيه دي مثلا، بتست مثلا انترستد معينه، فبشوفها مع عمر معين، فكل الحاجات دي انا بقعد اتست، بقعد اسمي كده الموضوع بتاعي، وجوه بعد ما بخش على الاد بحط بقى التستنج بتاعتي. انا مثلا هتست مثلا فيديو، فالفيديو ده بالنسبه لي بيتكلم من انجلز معينه، وليكن مثلا انجل التوفير، فانا بكتب هنا التوفير كده علشان خاطر ابقى انا عارف الانجلز دي، وابدا ان انا اشوف الكلام ده كله. تمام. يعني انا بحط كله في الادز ولا كله في الادز. الاد ست، بعمل كذا اد ست الحاجات اللي انا عايز اتست عليها. في الاد ست انا بتست ايه، بتست الاودينس بتوعي اللي هم بيكون رجاله او ستات،
مراحل عمريه مختلفه، بتست حاجه ليها علاقه بالانترستد اللي انا بحطها. مثلا هنا بشوف الانترستد بتاعتي اللي انا بحطها هنا، آه، ممكن تمشي معايا ولا لا. بتست حاجات ليها علاقه بالبليسمنت، بتست اللغة، كل الحاجات دي انا بتستها طبعا. في الاغلب احنا بنبقى بنتست شوية حاجة ليها علاقة بالانترستد، اللي هو تركيبة الاودينس، الفئة العمرية مع الانترستد مع المحافظات. لو انت بتشتغل مصر كلها عادي يعني، مم. افتحها مصر كلها، ومن البريك داون هتعرف مين اللي جاب لك. بس انت عندك دلوقتي في خلاص البريك داون، انت عرفت مين اللي جاب لك، فتقدر تبدا تسكيل بالحته دي. بعد كده هنتكلم في الحته دي يعني، ان السكيلنج مش لازم دايما يبقى هو حاجه ليها علاقه بالبادجت بس، ان الناس بتسكيل بالبادجت بس، لا، ما ملهاش علاقه. جميل. تمام. تمام. البليسمنت مهم جدا، النقطه دي يعني فيها مشكله كبيره يعني، ناس كتيره يعني مش يعني بتغفلها شويه. فكره ان انا ممكن ابقى انا شغال مثلا وعلى حاجه وفاتح ديسك توب مثلا، طب هي الناس اصلا مش بتشوف على الديسك توب، مش بتقعد على لابتوب، ولا بتقعد على موبايلات، ولا بتقعد على الموبايلات بس. فدي فيها مشكله. مم. فبتلاقي البادجت بتروح في حتت بعيده. فهي الفكره في بعد كده بقى في الاوبتمايزيشن ده مهم جدا، علشان خاطر هي فكره القرار اللي انا باخده. قرايه الداتا اللي بتحصل في الاوبتمايزيشن دي، هي دي اهم حاجه عندي. انا بقرا الداتا بتاعتي، طب ازاي اقرا الداتا؟ طب كل مترك ده بيعرفني ايه المشكله؟ طب ايه اللي المفروض اعمله لما الاقي المشكله هنا؟ جميل. فدي اللي احنا هنخش عليها. فكده في حد عنده مشكله في التستنج، او حابب ان احنا نتكلم في حاجه قابلته مشكله هو بيبدا كده، فاحنا مع بعض. تمام كده يا شباب، نبدا نخش على الجزئيه بتاعت الاوبتمايزيشن. تمام. الناس معانا ولا؟ طيب. طيب احنا في الجزئيه الخاصه انتوا كده شايفين؟ بس الناس شايفه كده اللي احنا عملناه دلوقتي ولا لا؟ لا. اه، تمام. طيب تمام. هي دي اهم نقطه في المرحله الخاصه بعد ما انت شغلت الاعلان. اوكي، احنا شغلنا الاعلان جاب رسائل، جاب مبيعات، جاب بيرشز، جاب كل الحاجات اللي بيجيبها دي حلوه جدا. طيب انا عايز ابدا اكون نظره، عايز اعرف الاعلانات بتاعتي دي ناجحه. لو في مشكله زي ما انت كنت بتتكلم يا احمد، طب المشكله فين؟ طب انا ايه الداتا اللي انا المفروض اقراها؟ طب ايه الحاجات اللي انا المفروض ابقى عارفها علشان خاطر احطها في كولومز موجوده عندي، ابقى انا بشكل يومي بتابعها واعرف اخد على اساسها الاكشنز بتاعتي، وان انا اعمل اوبتمايزيشن كويس، وان انا ابدا اتحرك. طيب، احنا في البدايه دايما بنقسم الداشبورد بتاعتنا لحاجتين: لاوف داشبورد واون داشبورد. طيب، الاون داشبورد دي الحاجات اللي العميل بيعملها لحد ما بياخد اكشنز بتاعتك على الاعلان بتاعك ويخرج بره. يخرج بره، يروح على الواتساب، يروح على الويب سايت، يروح على مثلا لاندنج بيج، اي حاجه ان انت بتوديه عليها. تمام. الكل المرحله ان العميل لحد ما ياخد الاكشن ويخرج بره الفيسبوك، او يخرج بره البلاتفورم اللي هو شغال عليها، دي احنا بنسميها ايه؟ اون داشبورد. طب الاوف داشبورد اللي بيحصل بره، ده الاوف بقى، ان انت بتروح تشوف ايه المشكله اللي هناك، او ايه المشكله اللي هنا. فانت علشان تعرف المشكله فين، لازم بتقسم الموضوع ده. هي المشكله عندي في الاعلان، في الحاجات اللي جوه اللي العميل بيشوفها قبل ما يخرج بره، ولا المشكله في ان انا لما العميل خرج بره ما عملش مبيعات ليه، او الدنيا فيها مشكله ليه؟ طب ايه التحسينات اللي ممكن تتم هنا، وايه التحسينات اللي ممكن تتم هنا؟ تمام. النقطه دي كده واضحه. طيب، ايه الحاجات اللي عندنا
في الاون داشبورد اللي احنا لازم نبقى حاطينها في المتركس بتاعتنا ولازم نبص عليها. اول حاجه احنا بنبص عليها هي فكره الريتش. الريتش اليومي بتاعك ايه اللي بيحصل فيه. الفكره بتاعت ان اعلانك بيوصل لقد ايه بشكل يومي. فانت لازم تبقى متابع الجزئيه دي علشان تعرف الاعلان بتاعك بيوصل قد ايه، طب المتوسط بتاعه قد ايه، الكلام ده كله. تاني حاجه، تاني مترك هو الامبريشن. الامبريشن بتاعي الاعلان بيظهر قد ايه، علشان تعرف الجزئيه الخاصه بالمترك الثالث اللي هو الفري ريكونسي، اللي هي فكره ان انا الاعلان بتاعي بيظهر للعميل كم مره. تمام. ودي نقطه مهمه. ليه؟ لان طبعا كان قبل كده كان يقول لك ايه، ان طول ما الفري ريكونسي ده ان بقى واحد تمام، بقى واحد ونص تمام، اول ما يبدا في الاثنين كده في مشكله. لا، مش مشكله. ليه مش مشكله؟ لان ممكن العميل ما ياخدش قرار لما شاف الاعلان مره واثنين، ممكن ياخده بعد المره الثالثه، بعد المره الرابعه، بعد المره الخامسه. طب دي بتختلف على ايه؟ بتختلف على حسب طبيعه الاودينس بتاعتك. يعني انت مثلا لو بتشتغل على حاجه ليها علاقه بالملابس بتاعت البنات، هتلاقيهم بياخدوا القرار شويه ايه، شافوا وبتاع ومش عارفه ايه، بس ما خدوش اكشن. الحته دي مش ظابطه معاهم، هم مترددين اصلا. فكره التوقيت، هل في سيزون ولا ما فيش، فكره التوقيت بتاع نزول المرتبات. ف... فانت ما تحكمش على الاعلام من فكره الفري ريكونسي بس اول ما يعلى لا كده في مشكله، لا، عادي. انت بتشوف الاعلان بيجيب معاك ومحقق نتائج معاك ولا لا. طيب، الحاجه الرابعه بعد كده عندنا هي فكره السي بي ام، اللي هي الكوست بير 1000 امبريشن، اللي هي فكره تكلفه ال1000 ظهور. لان هو ده اهم مترك انت بتتحاسب عليه في ميتا بالذات يعني. طبعا الحاجات اللي انا بقولها دي هي بتطبق على اي بلاتفورم، يعني سواء جوجل، سواء تيك توك، سواء سناب شات. تمام. طيب بعد كده فكره البوست كومنت، قد ايه الناس بتعمل كومنتات. فده يعرفك انت رايح لاودينس عامل ازاي، اودينس بيسال كتير على فكره السعر، اللي هو يقعد يقول لك بكام بكام بكام، هاو ماتش، مش عارف ايه. فكره البوست سيف، الناس بتعمل بوست سيف ليه وفي انهي توقيت. ممكن يبقى حد فعلا المنتج عاجبه، بس هو والله مستني لما يقبض، فانت بتعمل له بعد كده، تاخد الناس دي تبدا تطلع لهم في اخر الشهر مثلا مع نزول المرتبات، لو هم حاجه ليها علاقه بناس كبيره شغاله في حكومه او حاجه، فبتبدا من يوم 20 تطلع لهم بالكامبينز بتاعتك. لو حاجه ليها علاقه لو بتارجت مثلا فئات ناس شغاله في قطاع خاص، فبتبدا من يوم 1 ليوم 10. دي الدي وينرز بتاعتنا في اي شهر، يعني اللي هي فكره من اول يوم 20 لحد يوم 10 تاني، علشان دي بتبقى فتره نزول المرتبات والكلام ده كله. فبتبدا يعني فكره البادجت كمان، ان انت بتقسم البادجت بتاعتك. بتبدا ان انت تخلي البادجت بتاعتك مثلا جزء منها كبير في الفتره دي، علشان دي فتره بيحصل فيها مبيعات بشكل كبير لان الناس معاها فلوس. طيب فكرة اللينك كليك، وهنا مش اللينك كليك كأول، لا، اليونيك لينك كليك، ان العميل داس وراح على يعني داس على الاكشن بتاعك وتحول بره. لان في لينك كليك ممكن يدوس على الصوره، سي مور بتتحسب لينك كليك لو داس على الصفحه بتاعتك ودخل جوه الصفحه، كل دي لينك كليكس. فانت بتبقى محتاج اليونيك لينك كليك عشان تعرف كام واحد داس فعلا على الكول تو اكشن وراح. ودي نقطة مهمة جدا، بتحدد لك الفكرة بتاعة المسج اللي انت حاططها على الكول تو اكشن، هل هي واضحة ولا لا. العميل بيعرف ياخد الاكشن وهو عارف يعمل ايه ولا ما بيعملش ده. يعني كان في كلاينتس معانا شغالين معاه، الاعلان ممتاز والدنيا جميلة وكل حاجة، بس في مشكلة في اللينك كليك. غيرنا بس، يعني كنا بنستهدف فئة عمرية كبيرة شوية. فانت حاطط لهم مثلا احصل على العرض وبتاع، فالفئة مش عارف يحصل على العرض ازاي. لما غيرت الموضوع خليتها ابعت لنا مثلا رسالة من هنا واعرف تفاصيل العرض، الدنيا اختلفت تماما. في انكريس حصل في معدل الرسائل اللي بتروح للعميل ده.
بعد كده فكره التكلفه بتاعه اللينك كليك، انت اللينك كليك الواحد ده بيكلفك قد ايه؟ طيب في نقطتين كمان بعديهم، هي السي تي ار اللي هي الكليك ثرو ريت، وده اهم معدل يقول لك الكرييتيفز ده بيشد الناس وبيخليهم يروحوا ولا لا. طيب فانت منه بتقدر تعرف ان الكرييتيفز ده كويس ولا لا. طب الصوره دي كويسه، الكونتنت اللي مكتوب كهوك كويس ولا لا. طب بيشد الناس ولا لا. طبعا لو هو اقل من 1% فده بيبقى فيه مشكله. فيما فوق دي حاجه كويسه. تمام. طيب ايه الفرق ما بين اليونيك سي تي ار والاوت باوند سي تي ار؟ دي حاجتين مهمين جدا. الاوت باوند سي تي ار ده ان العميل لما داس فعلا فعلا اتحول وراح للموقع بتاعك، او راح للجزئيه الخاصه ب الحاجه الكول تو اكشن انت عاملها، الواتساب او الكلام ده كله. السي تي ار هو بيجيب لك على طول ان هو مجرد ما خرج، ممكن مجرد ما خرج ده راح راجع تاني. فما ما لحقش يعد. والجزئيه دي الناس اللي شغاله كامبينز واتساب بتلاقي فيها مشكله كبيره جدا، ان هي على الداشبورد بتبقى عندها مسجز كتيره جدا، لكن على العميل يقول له انا ما عنديش، فهو يبقى شايف على الداشبورد مثلا انا جاي لي النهارده مثلا 15 رساله، بس العميل يقول له انا جاي لي 10 بس او 5 بس او 7 بس. فدي نقطة مهمة اللي بتبقى سببها ان العميل ما بيكملش. هو اتقرت ان هو راح وداس لينك كليك وراح خلاص وخد اكشن، بس هو فعليا ما بعتش رسالة، فالعميل ما استفادش. ودي مشكلة بتقابلنا كبيرة جدا في الحتة بتاعة الواتساب، الناس اللي شغالة كامبين واتساب. تمام. طيب احنا بعد كده عندنا، احنا لحد هنا كده احنا ايه؟ احنا اوف داشبورد. تمام. اسف، اون داشبورد، الحاجات اللي ليها علاقه بالاعلانات. فانت طول ما انت ماشي انت كده عرفت انا المشكله بتاعتي فين في الحاجات دي كلها. لو فيها مشكله فانا براجع الاعلانات بتاعتي، براجع الاستهدافات بتاعتي، السي بي ام بتاعي لو عالي، لو عالي عني المتوسط. طب انا اعرف المتوسط بتاعي منين؟ بتبقى مثلا حاجات انت مش اشتغلتها قبل كده او شغال بقالك فتره، فبتشوف النتائج الافضل فبتعرف المتوسط اللي كان موجود اللي حقق لك نتائج. او ان احنا في مجال معين مثلا وليكن الملابس او الكوزموتكس، بتسال حد شغال مفيش مشكله فبتعرف الموضوع، فبتعرف ان انت الكلام ده كله. طب السي بي ام فيه تبقى انت مثلا ايه؟ سي بي ام عالي، فانت بتبقى عندك مشكله في الاودينس اللي انت مختارهم. بيبقى انت عندك مشكله في الاودينس اللي انت مختارهم، فبتروح تعمل ايه؟ بتروح تجرب اودينس تانية، بتعمل الجزئيه الخاصه في البريك ايفن، ودي برضو احنا لسه هنجي لها في الجزئيه بتاعه التحسينات بعد كده. لما بعد ما بتقرا الداتا فانت بتقعد تصنف كل حاجه جوه الداتا دي المشكله فين. تمام. الناس بس معايا ولا في حد بدأ يقع مني كده؟ الناس تقول لي بس عشان ابقى عارف، عشان احنا لو في حاجه أنا مش عشان يعني مش حابب ان احنا نخلص وبعد كده نرجع تاني. فممكن لو في حد في حاجه يقول لي لا انا بس ستوب هنا، انا مش فاهم الحته دي، او احنا مش الحته دي مش واضحه. فالناس تمام في الحاجات دي كده ولا ايه؟ اي حد يرد عليا بس. تمام يا هندسة. تمام يعني كده الامور دي واضحه. تمام اه. طيب تمام جدا. طيب هو بعد كده العميل بيحصل ايه؟ بيخرج من عندك بيروح بقى على الاكشن اللي المفروض ياخده، سواء الواتساب سواء مثلا ال الويب سايت. لو احنا شغالين كونفرجن فهو بيروح في الاغلب على اللاندنج بيج اللي احنا عاملينها، او الويب سايت البرودكت بيج اللي احنا عاملينها. فبتبدا ان انت تشوف بقى المشكله هنا فين. فطيب اول حاجه انت عندك هنا الويب سايت لاندنج بيج، العميل لما راح كام واحد راح. تمام. فانت عايز تحسب انا دلوقتي العميل خرج من الاعلان زي الفل، الناس بتعمل لينك كليك بشكل كويس، الكوست بير لينك كليك مناسبه جدا، السي بي ام مظبوط، السي تي ار عالي والدنيا تمام، والناس بتروح على الموقع. تمام. طيب حلو جدا. اللاندنج بيج دي الدنيا بتسمع بشكل كويس ولا ما بتسمعش؟ طيب الكوست بير لاندنج بيج ده عالي ولا قليل؟ طب هي اصلا ايه المشكله اللي ممكن تخلي ان الكوست بتاعت اللاندنج بيج دي عاليه؟ ان اصلا الناس ممكن لما تروح بيبقى في مشكله.
في اللاندنج بيج بتحمل ببطء، الصفحه ما بتفتحش، في مشكله ان الصفحه تقيله جدا، فبتلاقي بتحمل جزء من الداتا والباقي لا. لو انت حاطط صور بكواليتي عاليه جدا ومش عاملها صور ويب، فبتبقى مشكله بتخلي الدنيا. فالناس بتعمل ايه؟ الناس بتزهق، بتخرج، تقعد تحاول تفتح داتا علشان تشوف فتغير ففي الاخر بتخرج. فدي مشكله انت ممكن ما بتبقاش شايفها لما العميل بيروح. فتلاقي ايه؟ فتلاقي ان انت عندك لينك كليك كتير جدا، تمام، بس الفكره ان انت في مشكله الناس ما بتروحش الكونتنت فيو او الويب سايت لاندنج بيج قليله جدا. فهنا بتشوف ان في مشكله في اللاند دي، او في مشكله في البيج برودكت او الويب سايت عموما، فبتروح بتشتغل عليها، بتشتغل على السرعه، تخلي الصور اللي محطوطه جوه اللاند هي صور ويب بس بالصيغه دي علشان تفتح اسرع. تمام. طيب بعد كده انت طب الناس دخلت، تمام، والناس بدأت تحط عندك انت عامل اد تو كارد، تمام. الناس بتبدأ تحط في الاد تو كارد ده. الناس في الاغلب اللي بتبقى شغاله شوبيفاي او وورد بريس بيبقى عندهم الحته دي. الناس اللي شغاله ايزي اوردر او يو كان ما بيبقاش فيه الجزئيه دي، بيبقى في الاغلب بيروح على البيرشيز على طول. في الحته دي دايما بتقع منهم، يعني ما بيبقاش عارفين. فانت الناس في الاد تو كارد. طيب انت بيبقى عندك الاد تو كارد ده كتير جدا، دي معروفه، الناس بتحط اد تو كارد. وبعد كده بتبدا تروح انت بتشوف الكوست بتاعتك في الاد تو كارد، تمام. طيب هي الاد تو كارد بتاعتك دي المتوسط بتاعها قد ايه؟ الناس بتحط منتج والتاني، ولا بتحط منتج واحد، ولا ايه الدنيا؟ طب الناس ما كملتش الدنيا ليه؟ ممكن تبقى بعد ما بتحط في الاد تو كارد مش عارفه تكمل، يعني مش عارفه تكمل البروسيس اصلا. يعني دي كيس احنا كنا شغالين فيها على شوبيفاي، وكانت المشكله ان العميل بيحط في الاد تو كارد وبعد كده مش عارف هو يعمل ايه، مش تلاقي زرار او بوتون يقول له يعمل ايه. غيرنا بس البوتون بتاع ان انت متابعه شراء الاوردر او تكمله الاوردر، خليناه باللون الاخضر او الاحمر او وات ايفر، اي لون يعني اشتغلنا بيه، وبروزنا الموضوع كده. النسبه زادت لان بقى عندنا نشيت تشيك اوت عالي، الناس بقت تروح على الصفحه بتاعت النشيت تشيك اوت، فحلينا الازمه بتاعت الاد تو كارد دي. فدي حاجه ملهاش علاقه بالاعلانات. طيب انا عندي لينك كليك كويس، وعندي فيو كونتنت محترم او لاندنج بيج محترمه، بس عندي مشكله ان الناس ما بتعملش اد تو كارد اصلا. يعني الناس بتخش جوه ما بتكملش، هي بتشوف المنتج، تشوف الصفحه وتخرج. طب ده ليه؟ ممكن كذا حاجه، ممكن يبقى سعر المنتج بالنسبه لها مش مناسب. في حاجه تانية مهمه جدا، ان الناس بعد ما شافت آه، الاعلان بره، الكرييتيفز بتاعتك انت جايب موديل معينه مثلا او عارض حاجه معينه، الناس لما دخلت جوه ما لقتش نفس الحاجه دي، فالناس بتقف هنا في تراست ايشو بيحصل، الناس ما بترضاش تكمل. ودي كيس برضو حصلت معانا قبل كده، كنا شغالين على برودكت ليه علاقه بالملابس، وكانت البنت الموديل موجوده في الفيديو، والكرييتيفز ده كان وينر بشكل قوي جدا، والسيتي ار بتاعه كان معدي التسعه، وكانت حاجه جامده جدا. ولكن الناس لما كانت بتروح جوه كانت في البيج برودكت، كانت الناس حاطه صور بالاي اي، صور لبنات تانية، فكانت الناس بيحصل لها يعني تراست ايشو كده، ان الناس لا، في حاجه غلط، مش ده اللي انا شايفه بره. ودي نقطه مهمه جدا، ان انت لازم العميل بتاعك يشوف نفس الحاجه اللي شافها في الفيديو او الصوره بتاعتك. وخلي بالك برضو من نقطة مهمة جدا، وانت بتغير لازم يبقى عندك متغير واحد عشان تعرف تقيسه. يعني انا دلوقتي الناس في مشكلة في الاد تو كارد، فالمشكلة دي هل هي مشكلة برايس، ولا هل هي مشكلة زي مثلا التراست ايشوز اللي بتحصل دي؟ فبروح مثلا احط البرايس بره، مثلا احط في الاعلان، او بحط السعر موجود، الناس بيبقى واضح لها السعر. طيب هي الناس وهي جوه اصلا اللاندنج بيج اول ما تشوف السعر بتخرج. فده الافريج تايم اللي احنا بنقيسه وبنشوفه، الناس بتقعد جوه الويب سايت كتير ولا مجرد بتشوف بتخرج؟ فالحاجات دي انت بتقيسها. طب بتقيسها من ايه؟ في تولز هنقول عليها
بتقيس الكلام ده كله. طيب فانا دلوقتي خلاص انا عرفت فكره ان الاد كارد بتاعتي لو فيها مشكله. طيب لو ما فيهاش مشكله خلاص هي بيكمل وراح على الانيشيت تشيك اوت. طيب الناس دخلت الانيشيت تشيك اوت وبدات تحط البيانات بتاعتها بس ما كملتش، ما عملتش بيرسز. طب ليه؟ بتبدا تشوف المشكله فين. طيب المشكله هنا ممكن تكون في ان التشيك اوت مثلا طويله زي بتاعت شوبيفاي. شوبيفاي التشيك اوت طويله وفيها مشكله ان مثلا بيطلب من الناس ان هي تحط مثلا الزاب كود. كان ده برضو في الاول، دلوقتي خلاص يعني شوبيفاي حل المشكله دي. برضو قابلتنا فيها كيس، برضو كنا غيرنا الفكره دي وخلينا نقول للناس اكتبوا الكود مثلا اللي هو 1 2 3 4. ده علم معانا الجزئيه بتاعت ان الناس بدات تروح تعمل بيرشيز والموضوع بقى مناسب. الجزئيه الثانيه ان العميل ممكن يبقى عنده مشكله في مصاريف الشحن، فهو بالنسبه له شايف ان مصاريف الشحن دي غاليه جدا، 70 او 60 او غاليه، لان العميل دايما بيفكر في فكره لو انا المنتج ده ما عجبنيش هعمل ايه، خصوصا في الحاجات اللي فيها ليها علاقه بالمقاسات زي الشوزات زي الملابس. برضو الحاجات اللي لها علاقه بالكوزموتكس لو انا جبت حاجه وما اشتغلتش والكلام ده كله. فلازم برضو وانت في البيج برودكت برضو لازم تبقى في حاجه. واسف ان انا دي ما قلتهاش في ليها علاقه بالاد تو كارد، برضو فكره ان الامان، الحاجات اللي العميل بيشوفها في البيج برودكت واللي على اساسها بيكمل عمليه الشراء، زي فكره سياسه الاستبدال والاسترجاع، ان هو ازاي يعمل ده. فكره ان هو لو ما عجبوش المنتج يقدر ما مثلا، فكره ان هو يقدر يعاين المنتج قبل ما يستلم، لان في بعض الشركات الشحن كانت بتعمل فكره ان انت استلم ولو عندك مشكله ابقى رجع او كلمهم على الصفحه وهم هيبدلوا لك والكلام ده كله. الحاجات دي خصوصا في فكره الاي كوميرس نفسها بتبقى مهمه جدا علشان تقدر تعمل بتساعدك يعني في ان انت تعلي البيرشيز بتاعتك. طيب بعد كده دخلنا على الجزئيه الخاصه بالبيرشيز. هو البيرشيز بيكون قد ايه؟ طيب لو ما فيش بيرشيز الناس عندها تمام حطت التشيك اوت وما ما عندهاش مشكله في السعر، اللي هي بقى الجزئيه الخاصه بالبيمنت. ان هي بتضيف البيانات بتاعتها وتبدا تضيف وتبدا تشتغل وبس ما بتضيفش. فهنا بقى بتبقى في مشكله، مثلا العميل شايف ان مش دلوقتي، انا بعدين ممكن ابقى اعمل الكلام ده. شاف ان التوتال بتاع السعر ككل غالي عليه مثلا او حاجه، فبتبدا ان انت تشوف. بعد كده بتبقى عندك البيرشيس، الناس بتعمل بيرشيس وبتعرف تكلفه البيرشيس بتاعتك قد ايه. طبعا هنا في البيرشيس كونفرجن بتاعتك اللي هي التوتالي بتاعتك بتاع الفلوس اللي انت مدخلها من الكامبينز، والرؤاز ان انت تقدر تحسبها هنا. ولكن دول ما بيبقوش اكرت، يعني ما ينفعش ان انت تعتمد على ده وتقول الكامبين دي ناجحه. ليه؟ لان انت ممكن تعمل 100 بيرشيز بس بعد كده في التسليمات يبقى عندك مشكله تلاقي 50 60. فده مش رؤس حقيقي. فانت وانت بتشتغل لازم وانت شغال تبقى حاطط البريك ايفن بتاعك، ابقى انا عارف نسبه التسليم بتاعتي قد ايه، نسبه الكانسليشنز بتاعتي قد ايه، نسبه المرتجعات بتاعتي قد ايه. وبعديها ببدا احسب الكوست بير اوردر اللي عندي او قد ايه، اللي هو السي بي بي، اللي هو فكره الكوست بير بيرشيز بتاعتي قد ايه، علشان الكامبين دي لو عديتها خلاص يبقى الكامبين دي لازم تقفل، ما ينفعش ان انا اشتغل عليها، او ممكن اعمل لها اوبتمايزيشن واحاول انزل فيها. طب لو ما نزلتش ايه اللي ممكن نعمله؟ خلاص البريك ايفن في الرؤاز، ان الرؤاز بتاعي ما ينفعش يقل عن 5 عشان الناحيه الثانيه عندي تسليمات وعندي حاجات. فهي هتوصل بعد كل ده هتبقى 3. فانت لازم تبقى محدد الكلام ده. طيب اخر حاجتين هي فكره المسج اللي بتيجي من الكامبينز، ان انت ممكن تبقى مشغل كامبين كونفرجن وتلاقي الناس دخلت جوه وبعد كده في مسجات كتير. لو في مسجات كتير ده بيبقى انديكيتور لحاجه معينه، ان في تفاصيل كتيره مش واضحه العميل مش عايزها وبيسال عليها، فبالتالي انت محتاج تضيفها في البيج برودكت او اللاندنج بيج بتاعتك علشان تجاوب فيها على الاسئله. وكان ده كيس برضو كانت موجوده عندنا، ان كان في
يعني في برودكت كان موجود معانا، ما كان في مشكله، الناس الارقام تمام والناس بتخش جوه على اللاندنج بيج، مفيش مبيعات قليله جدا. فعملنا كامبين مسج هدفها ان احنا نعرف التفاصيل من الناس، لقينا الناس بتسال على شويه حاجات مهمه جدا ليها علاقه بالمنتج وبيعمل ايه، طب لو حصل كذا ممكن يحصل ايه كذا. فبدانا ناخد الداتا دي كلها بدانا نحطها في اللاندنج بيج، فعلت معانا بعد كده فكره البيرشيز بتاعتنا. وبعد كده طبعا بتحط البادجت اللي انت شغال بيها والاماونت سبنت اللي انت صرفته، وطبعا انت بدات من امتى عشان تبقى عارف الكامبين دي كلها شغاله ازاي. دي كده الميتريكس بتاعتنا ان احنا بنشتغل عليها، سواء اون داشبورد او اوف داشبورد. الدنيا كده واضحه للناس؟ في حاجه مش واضحه؟ تمام يا شباب ولا ايه؟ الناس معانا ولا الناس نامت مننا ولا ايه؟ طيب تمام جدا. طيب ده كده، دي كده اللي انا قلته ده كله، يعني الناس ممكن تفتح السبيكر وتتكلم عشان نشارك مع بعض، عشان انا مش بشوف برضو الحاجات دي لسه شايفها دلوقتي. طيب اللي احنا قلناه ده كله دي لعبة الادز كلها. دي ممكن تخليك انت في حتة تانية، وتخليك تاخد ارقام جامدة جدا، وتحقق نتائج جامدة جدا، عشان انت بتعرف تقرا الداتا، بتعرف المشكلة فين. والمشكله الناس دايما عندها مشكله ان الاعلام مفهوم في مشكله او مش عارفه ايه، فانا بقفل. طب ما خلاص انا ما خلاص انا مش عارف اعمل ايه، فاقفل اشغل اعلان تاني، افضل اقفل واشغل اعلان تاني. فدي نقط مهمه جدا 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 في الكامبينز، يعني في الريدنج داتا. دي تخليك في حته تانيه خالص، ان انت تعرف تقرا الداتا وتعرف كل مشكله فين، وتعرف تاخد قرار ان انت هتغير بناء على ايه. نيجي بقى على الجزئيه الخاصه باللي احمد كان بيتكلم بيه فيها، ان انا بشغل كامبين يومين ثلاثه بتبقى كويسه، وبعد كده الدنيا بتبقى وحشه، وانا مش عارف ليه. فانت لازم يا احمد تبقى متابع المتركس دي كلها، اللي هو ايه، طب هي وحشه النهارده علشان السي بي ام عالي النهارده، طب خلاص انا هسيبه النهارده واتابعه لنهايه اليوم. طيب هو في اوقات اصلا انا عارف ان هو بيعلى فيها، ولا هو الاوقات دي انا عارف ان هو لا ما بيعلاش، فكده في مشكله، هسيبه ساعتين، هسيبه ثلاثه، واشوف الدنيا فيها ايه. فالكلام ده مهم. طيب انا دلوقتي عندي مشكله، الاعلان بيشتغل يومين ثلاثه وبعد كده بشوف زي ما احمد. انت ممكن تكون المشكله مش في الاعلان، المشكله ان انت رحت البوكت اوف اودينس مختلف عن الاودينس بتاعتك، فده اللي عمل مشكله. يعني ايه؟ يعني انت اصلا انت بتبقى بتبدا في الاول في الليرنينج فيز، وبعد كده خلاص الدنيا بتخرج منها، وبتبدا ان انت تروح لبوكت اوف اودينس. يعني هو اي بلاتفورم بتبقى مقسمه الاودينس بتوعها لمجموعات صغيره كده. فانت مثلا وليكن مجموعه ايه دي انت خلصتها، ورحت المجموعه بي او مجموعه سي، فبتلاقي الدنيا ايه مش احسن حاجه. فلما بتقفل وبترجع بتلاقي ان انت في مشكله، مثلا الدنيا بتبدا تشتغل كويس وبعد كده ترجع تاني تبقى وحشه. ودي مش المشكله الاساسيه اصلا بتاعت السكيلينج. هي فكره السكيلينج ايه؟ ان انت بتروح تزود بادجت، فلما بتزود بادجت انت بتزود المساحه بتاعتك اللي انت ممكن توصل لها بتاعت الريتش اليومي، فبتوصل لناس مش هي نفس الاودينس بتوعك في الوقت الحالي. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بتلاقي الكوست بتاعتك بتزيد، وعدد الاوردرات بيزيد، بس مش بنفس الفكره اللي انت كنت متخيلها. اللي هو مثلا ايه، انا كنت بجيب 100 اوردر فانا وبصرف 100 جنيه، فانا لما هروح احط 200 جنيه هجيب 200 اوردر. لا، ملهاش علاقه خالص، لان انت بتروح لبوكت اوف اودينس هم بيكونوا دايما فيهم مشكله اقل. علشان دايما كده احنا بنقول ايه، بنقول فكره ان انت لما بتيجي تسكيل مش لازم تسكيل بالبادجت بس،
انت ممكن تسكيل بمحافظات انت شايف ان المحافظات دي ما بتجيبلكش نتائج كويسه، فبتبدا تشيل من عليها، تعمل لها اكسكلود، وهي تلقاء البادجت اللي كانت بتاخدها راحت للمحافظات اللي كانت بتجيب لك نتائج. فئه عمريه انت كنت بتارجت فئه عمريه معينه، مثلا من 20 سنه لحد 50 سنه، فانا الفئه اللي هي من فوق ال 40 دي بتجيب لي عدد اوردرات قليله جدا، فانا رحت اعمل لهم اكسكلود واشتغلت من 20 ل 30 سنه. فانت كده عملت سكيل. السكيل مش بس ان انا ازود بادجت خالص. طب هل ممكن تكون متعلقة بالوقت؟ التوقيت يعني اللي انت بتشغل فيه الاعلان طبعا دي نقطه مهمه. خلي بالك ان انت كمان يعني النيتش بتاعك لازم تبقى عارف نقطه مهمه جدا، ان القرار نفسه بيتاخد بعد قد ايه. يعني الدايره بتاعه تنفيذ العميل للاوردر قد ايه. لو انت بتتكلم في جزئيه المطابخ، فالعميل بيشوفك وبيشوف منافسين تانيين، وبيروح مثلا لو هو راجل، انت عامل سيجمنتيشنز مثلا، فانت في الاول انت بتارجت مين؟ هل انت بتارجت الناس اللي لسه جديده مخطوبه وخلاص هي داخله على جواز، ف... فهو بيشتغل دلوقتي ان هو محتاج حاجه سريعه، ويعني سرعه اتخاذ القرار عنده اسرع من الراجل اللي لسه خاطب او البنت اللي لسه مخطوبه. فهو مم. برضو، ولا هو راجل مثلا او ست متجوزه، فعايزين يعملوا تحديثات للمطبخ او بينقلوا في مكان جديد، فمحتاج يعمل مم. مطبخ بشكل جديد. فبرضو فكره السيجمنتيشنز ان انت بتشتغل عليها، انت اكيد مش عامل ده. انت شغال كامبين واحده لكل حاجه، واللي بيحكمك في ده فكره البادجت، صح؟ بالظبط. انت بقى محتاج تعمل سيجمنتيشنز، تقسم، علشان تعرف مين اللي بينفذ معاك بشكل اسرع، وتبدا تسكيل عليه، والتاني تاخد له جزء من البادجت وتشتغل عليه برضه. والراجل اللي انت شغال معاك الكلاينتس، هو لما يشوفك ان انت بتحقق له ارقام كويسه ونتائج شغاله، هي لما تيجي تقول له يلا نجروس ونزود البادجت هيقول لك تمام. فانت تفهمه تقول له احنا هنجروس عشان نجيب شريحه تانيه. انت دلوقتي عندك يعني شغل وشغال، والشغل ده واخد كل مجهودك، فهو يقول لك لا، ما انا مش هينفع بقى، خلاص انا وقف لي الاعلان، انا عندي شغل والكباستي بتاعتي مليانه. فهي دي فكره غلط. لا، هات اللي احنا نجروس فيه ده، هبلد عميل جديد قدامه اسبوع 10 ايام عقبال ما ياخد القرار، تكون انت خلصت شغل، فتبدا يبقى انت الدايره كلها شغاله. فلذلك الميديا باير لازم يبقى فاهم بيزنس، مم. لازم يبقى فاهم بيزنس، ولازم يبقى فاهم كل تفصيله في البيزنس بتحصل ازاي، وبيتم التنفيذ ازاي، ودايره الشغل عامله ازاي، والاستلام والتسليم، سواء اي كوميرس، سواء حاجات سيرفيس، كل الكلام ده كله مهم. طيب لو انا كنت بستهدف مثلا محافظة معينة وجالي خارج المحافظة ده، يعني مثلا انا استهدفت مثلا القاهرة مثلا، والاقي اه، مثلا جاي لي وجه بحر صعيد اي حاجة من دي. عادي، دي آه، بتحصل عشان كل الالجوريزم دلوقتي بتاع كل البلاتفورمز ما بقاش يعتمد فكره اللوكيشنز، ودي مشكله بتقابلنا كلنا. ولكن انت لو بتشتغل ده، فانت ممكن تشتغل عليه في الكونتنت. طبعا بتقول لي انا واثق ان انت اكيد بتعمل اكسكلود للمحافظات دي، بس برضو بتلاقي فينها، صح؟ اه بالظبط. ف... فانت لو بتشتغل، انا مش عارف انت شغال كامبينز مسج ولا واتساب؟ لا، شغال ساعات سيلز مسج، وممكن الاتنين مع بعض. حلو. انت ممكن تلعب على الكونتنت، يعني تكتب ان الاوفر ده او العرض ده خاص لاهالي او لسكان القاهره، مم. هتقلل معاك الموضوع شويه. تمام. هي يعني ما اعرفش اتحكم فيها. كان الاول ممكن اتحكم لا، فيها بس كان دلوقتي يعني مثلا مش عارف اتحكم فيها خالص. الاقي ناس كتيره بتجيلي من بره المحافظات، يعني الصعيد مثلا او حاجه زي كده. اه، هي دي مشكله. ممكن تشتغل، تجرب. يعني انا ما اقدرش اقول لك، بس انا في دماغي حاجه جت دلوقتي. انت ممكن تتست كامبين ليد جنريشن، وجوه الليد تحط ان العميل يختار المحافظه بتاعته، ومن ضمن المحافظات دي تحدد محافظه معينه، فهو لما مش هيلاقي المحافظه بتاعته موجوده هيخرج بس. مم. فدي ماشي. برضو فكره البريك داون. بقى هنا تيجي فكره البريك داون.
وان البريك داون ده بقى مهم برضو في قرايه الداتا. زي ما انت كنت بتقول، هي التوقيت طبعا ممكن التوقيتات تقفل، يعني تفرق فكره ال الناس اصلا بتتجوز امتى، في سيزون كده للجواز، في سيزون للوقت المرتبات ده مهم، في سيزون للخطوبات، فالحاجات دي بتفرق. فانت بتشوف بقى البريك ايفن ده بيبدا يديك كل حاجه، بيبدا بيديك الايدج. لازم تبص بعد فتره ان الايدج بتاعي ده مثلا مين اللي بيجيب لي مين اللي بيجيب لي نتائج كويسه، والكوست بتاعتها عامله ايه. البليسمنت، ودي نقطه انت ممكن تسكيل بيها في البليسمنت. يعني ايه اللي جايب لي، يعني لو انا بشتغل مثلا ميتا وانستجرام مع بعض، فممكن تلاقي مثلا ان الستوريز هي اللي جايبه والريلز مش جايبه. طب خلاص انا اكسكلود الريلز واروح واخلي البادجت تروح كلها للستوري. فاهمني؟ تمام. فكل الحاجات دي فكره. هتلاقي طبعا الريجن هنا، الفكره بتاعت ايه المحافظات اللي جايبه لي، الجندر لو انا بستهدف رجاله وستات، وبرضو يعني في جزئيه برضو ليها علاقه بالحته دي. فكره ان انت ممكن تبقى شغال مثلا منتج للرجال. يعني احنا كنا شغالين في فتره، فرانس خالد برضو كان شغال معانا مع كوتونيل. حاجات كان وكيل لكوتونيل وبتاع، كنا شغالين معاه والحمد لله كنا بنحقق له برضه ارقام كويسه. كوتونيل ابسط حاجه تقول مثلا الرجاله هي اللي بتشتري وبتاع، بس عايز اقول لك ان مثلا معدلات السيدات هي كانت بتشتري اكتر بكتير. فبدانا ان احنا نعمل لهم، هم ليهم انجلز معينه بفيديوهات معينه للكلام ده كله. فانت برضو مثلا يعني في الجزئيه بتاعت المطابخ، انت لما تيجي تطلع الكامبينز بتاعتك، لو بتطلعها للستات فهي هتعتمد على حاجات معينه. تبدا تتكلم بقى على فكره الشكل الجمالي والراحه النفسيه اللي انت تحسيها جوه المطبخ والكلام ده كله. الراجل تبدا تكلمه بشكل عملي، فكره ان انت بتوفر وبتعمل حاجه بتعيش معاك سنين وبتشيلها من على دماغك بعد كده. فاهمني؟ بس فدي النقطة البريك داون دي مهمة جدا 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 في الجزئية دي. ان انا ببدأ اشوف دلوقتي انا بقيت اعرف اقرأ الداتا. طب انا قرأت الداتا دي، طب ماشي، هو في مشكلة، طب انا بشوف المشكلة فين. طيب بعد كده انا بشوف كمان وانا بقرا الداتا دي، ما بقراهاش بشكل عشوائي كده اللي هو ايه، انا بفتح الكامبين، لا بشوف امبارح كانت عامله ازاي والنهارده وببدا اقارن وببدا اشوف هو السي بي ام عالي. طب بالتايم بروح اجيب التايم بتاعي واشوفه هو التايم بتاعي مثلا الساعه 1 الساعه 2 دي بيجي لي اوردرات عامله ازاي. فببدا اشوف الاوردرات بتاعتي بتبقى عامله ازاي، بيجي لي الاوردرات بتيجي في انهي وقت، في انهي ساعه. ففي استراتيجي، يعني طبعا من اقوى الاستراتيجيز اللي موجوده في السكيلينج، وهي بام اند باش. حد عارفها؟ حد عارفها دي يا شباب؟ الاستراتيجي بتاعت السكيلينج دي. طب لو ما حدش عارفها يقول عشان ابقى عارف. طيب. طيب. طيب البام اند باش دي ان انت بتتابع الكامبينز بتاعتك. تمام. ف طيب انت مثلا بتصحى الصبح، وليكن مثلا بتبص على الكامبينز بتاعتك الساعه 10 الصبح، تلاقيك صارف 100 جنيه وجايب لك 3 اوردرات. ممتاز جدا. على طبعا الكوست بالسي بي بي عندك مثلا بتلاقيه عامل 30 جنيه، 35 جنيه. فانت بالنسبه لك الرقم ده ساتسفايد جدا ليه، ورقم كويس. فبتعمل ايه؟ بتبدا تضرب البادجت على نفس الكامبين اللي انت شغال بيها. لو انت بتبقى شغال سي بي او، احنا طبعا خلاص انت بتعمل تيست اي بي او، لقيت حاجات ناجحه تاخد الحاجات الناجحه دي وتروح تعملهم في كامبين سي بي او. تمام، علشان السكيلينج في السي بي او بيبقى اقوى واحسن. تمام، ان انت بتسكيل على مستوى الكامبين.
فايه اللي بيحصل؟ تلاقيك مثلا جايب الاوردر ده الساعه 10 الصبح. طيب انا دلوقتي الفئه اللي انا عارفها واللي شغال معاها واللي بتجيب لي بيبقوا موجودين مثلا من الساعه 12 الساعه 1. فببدا مثلا الساعه 12 او الساعه 1 او حتى الساعه 10 الصبح وات ايفر التوقيت، ببدا اضرب الكامبين بتاعتي مثلا في 2 وكل ساعتين ازودها. يعني لو انا شغال ب 100 بقوم مديها 200، شغال بعديها بساعتين لقيتها بتجيب، انا بتابع ان هي بتجيب، لقيتها بتجيب، بعديها بساعتين ومخليها مخليها مثلا 400، بعديها بساعتين ومخليها مخليها 800، بعديها بساعتين ومخليها مخليها 1000، وهي عماله تجيب، انا متابع ان هي عماله تجيب عماله تجيب عماله تجيب عماله تجيب. تمام. لحد مثلا لما يجي الساعه 11 بالليل او 12 بالليل، او عامل ايه، او مقلل البادجت دي ومرجعها تاني لحد ل 100 جنيه، طيب علشان هو كان داخل في يوم حد لما جديد. بيجي ممكن اتفضل. كان في حد مثلا كان بيقول اما نيجي نزود مثلا بيزود 25 قصدي 15% حد اكتر. دي استراتيجي مختلفة. دي استراتيجي ان انت بتعمل ايه؟ ان انت بتزود من 20 ل 30% على الكامبين، علشان خاطر ما تبعدش قوي عن البوكت اوف اودينس بتوعك اللي انت شغال عليهم. وهو طبعا هيبقى عايز يفرتك الفلوس دي كلها. فاللي بيحصل ايه؟ ان انت بتبدا تزود، تلاقيك تعمل ايه؟ يقول لك ان انت بتزود على الكامبين دي من 20 ل 25%. هي دي استراتيجي وناجحه. ممكن تدبليكيت الكامبين وتزود البادجت. ممكن تزود على نفس الكامبين عادي وتسيبها 3 ايام بس. دي فكره ان انت بتزود علشان انت عايز تزود على طول بقى. هي زايده معاك على طول، انت هتقعد 3 4 ايام مزود اسبوع وبعديها تزود تاني وبعديها تزود تاني. لكن فكره البام اند باش دي ان انا استغليت ان النهارده اليوم كويس والدنيا تمام، فبقوم عامل سكيلنج قوي جدا. ممكن ابقى شغال ب 200 جنيه واخلي الكامبين تضرب لحد 1000 ونص. فهو بيعمل ايه؟ هو عمال يحرق، عمال بيجيب داتا، عمال بيجيب نتائج كويسه. في نفس الوقت لازم يبقى في تيم اوبريشن شغال وراك قوي جدا بيكونفيرمنت الاوردرات دي اول باول. مم. فبتيجي اخر اليوم تقوم مقلل البادجت عشان تخش اليوم ببادجت قليله. فانت عملت ايه؟ انت بتلعب الالجوريزم، بتخليه هو اللي هيموت ويخليك تجيب اوردرات. ففي نفس الوقت انا مش عايز اوردرات فيك، انا عايز اوردرات حقيقيه والناس بتستلم. فلازم طول الوقت يبقى انت عندك تيم اوبريشن بيتابع الكلام ده كله، بيكولكت الداتا دي وبيتصل وبيعمل التسليمات والكلام ده كله. دي جميل. اشهر استراتيجي اتفضل. بقول جميل جميل. دي اشهر استراتيجي في السكيلينج. دي جزئيه في استراتيجيات تانية ان انت تدبليكيت الكامبين. بدبليكيت الكامبين بتاعتي وازود 20% في وممكن تضرب مني. طب ما انا لازم، وخلي بالكم بقى دايما في الاستراتيجي دي بتاعت ان انا بدبليكيت الكامبين وازود البادجت. تمام. لازم يبقى معايا كرييتيفز يا جماعه اقدر ان انا اسكيل بيها، علشان الكرييتيفز بتاعتي ما تتحرقش. طيب احنا دايما بنسمع عن فكره الكرييتيف بيتحرق. طب الكرييتيف مش جايب عشان بتلاقي السي تي ار، بتعرف منين السي تي ار بيبدا يقل؟ طب هل نفس الكرييتيف ده لو انا خدته وعملت عليه شويه اديتس وعملت تقطيعات وحطيت كلام وطلع، هل ممكن يشتغل معايا؟ اه. ايه المشكله؟ انا في كرييتيفز شغاله معايا بقالها سنتين، سنتين حرفيا. فهو بس ايه، احنا مش بنقول كريتيفيتي عشان كلام بيتردد وبس. لا، احنا في حاجات ممكن نشتغل عليها ونبدأ نروح في التراك ده بشكل كويس. طيب انا كده يعني انا شرحت شويه بشكل عملي بشكل بسيط فكره التستنج والاوبتمايزيشن والسكيلينج. في حد عنده اي سؤال قبل ما ندخل على فكره الكيس ستادي اللي احنا محضرينها؟ لو حد شغال على برودكت معين حابب بتقابله مشكله حابب ان احنا ندردش فيها مع بعض، انا ما عنديش مشكله. طب نبدأ على الكيس ستادي على طول يا شباب ولا ايه؟ جميل ماشي. طيب البراند ده
كان موجود في السعوديه، او موجود في السعوديه ما زال يعني، الحمد لله لسه شغالين معاه. آه و- دي كده. طيب ماشي. البراند ده يا شباب كان عنده مشكلة كبيرة جدا. البراند ده بيقدم خدمات أفلام الحماية للعربيات في السعودية. البراند ده كنت شغال عليه أنا والباشمهندس خالد يعني. كانت بتقابلنا فيه مشكلة إن البراند ده أقصى حاجة، هو كان 3 فروع، وأقصى حاجة بيقدر يحققها هي 300,000 400,000 بالكتير قوي. والراجل ده كان قبل كده بيحقق 600,000 ومش عارف يوصل للرقم ده. فكان عنده مشكله كبيره جدا ان هو مش عارف يجروس، مش عارف يسكيل، مش عارف يكبر، مش عارف يحقق اي حاجه. وبقى بيصرف ارقام اكتر بكتير من اللي كان بيصرفها قبل كده. يعني مثلا كان بيصرف 20 او 30 الف ريال، بيحقق ال 600 الف ريال دول. وفي الوقت ده كان بيصرف 50 و60 الف ريال ومش عارف، وبيجيب 400 او بيجيب 300. فكانت بتقابلنا مشكله ان الكامبينز شويه بتبقى ماشيه كويس، ماشيه كويس، وبعد كده بتضرب. مفيش نتائج، مفيش ارقام، مفيش اي حاجه. فاحنا لما بدانا شفنا المنصات اللي الناس كانت شغاله عليها دي، بقى ده الكيس دي مهمه ولطيفه، لانها بتجمع كذا حاجه. بتجمع الاوديت اللي حصل، وبتجمع الاوبتمايزيشن اللي تم، والسكيلينج اللي حصل، والنتائج اللي حصلت يعني الحمد لله بفضل الله، واللي حققناها مع البراند ده يعني. فكنا اول ما بدانا كانت في مشكله زي ما قلت لكم كده في الجزئيه دي. فبدانا ان احنا نحلل الاعلانات. ده كان شكل الاعلانات عندنا على المنصات اللي كانت موجوده. طيب احنا هنحلل ايه؟ احنا بنحلل كل حاجه في مثلا في اعلانات ميتا، زي الاودينس، النتائج، الميزانيه، الميديا اللي بتستخدم، المحتوى، الحملات الاعلانيه اللي شغاله نوعها ايه، كل الكلام ده كله. فبدانا ان احنا نشتغل على الكامبينز دي ونشوف كل النتائج اللي شغاله بالريزلتس بتاعتها. قسمنا، عملنا الميتريكس بتاعتنا اللي احنا نقيس الكلام ده كله. فلقينا زي ما انتم مثلا شايفين الحاجات اللي بالاصفر دي كده، مثلا ان الريزلتس مثلا 55 و44. بس انت عندك في اختلاف في الكوست بالريزلتس، ان هي مثلا دي ب 23 ودي ب 34. طيب ايه يعني، ايه السبب، ايه المشكله؟ ان انت بتبص مثلا تلاقي ان الاثنين سي تي ار فيهم مشكله. طب السي بي ام الاثنين فيهم انت مش عارف ده عالي ولا مش عالي. فانت عمال تبص على كل الكامبينز اللي شغاله علشان تعرف هو ايه الوينر، وايه الحاجه اللي كانت بتجيب، وايه الحاجات اللي ما كانتش بتجيب. فبتشوف الاستهدافات اللي كانت محطوطه، الاعمار السنيه اللي محطوطه، النتائج اللي جايه عامله ازاي. يعني انت مثلا هنا في الحته دي، اعمل لكم زوم بس هنا كده في يعني هنا مثلا الكامبين دي جايبه 33 مسج ب 19 ريال، والسي تي ار بتاعها 1.33. تمام، وشغاله كويس وبتجيب نتائج كويسه. وفي كامبين تانية شغاله جايبه 22 ب 28، يعني في 10 ريال ضعف، والسي تي ار بتاعها نص. فكانت هنا في مشكله في القرار، انت ليه سايب الكامبينز دي شغاله؟ طب الفكره هي المشكله ان الكامبين وحشه، ولا في مشكله تانية ممكن تبقى فيها مشكله؟ يعني ممكن يكون الكرييتيفز نفسه فيه مشكله، الهوك نفسه فيه مشكله، الفيديو المستخدم، الكلام ده كله. فتنزل تشوف هنا مثلا ان واحده من اهم الحاجات المهمه اللي الناس ممكن ما تكونش بتاخد بالها منها، وتبقى سبب ضياع كل الاعلانات اللي انت شغال بيها، هي فكره السب منيل. السب منيل اللي انت مختاره للاعلان بتاعك، اللي هو ايه، وانت بتسكرول كده اول صوره بتظهر للعميل علشان خاطر هو ايه يشغل الفيديو. وده بيتقاس، يعني في كاستم مترك بيتقاس، ان انت بتعمل كاستم مترك وبتقول له اللي هي الثرو بلاي، وتقسمها على اول 3 ثواني من الفيديو. دي يعرفك الكاستم السب منيل بتاعك ده قوي ولا تعبان. فانت مثلا كان من ضمن المشكله اللي موجوده هنا ان انت بتقدم، انت قايل له في الهوك او الكونتنت اللي مكتوب، لو انت عايز حمايه باعلى جوده واعلى مواصفات، والناحيه الثانيه مديله خدمه النانو بولش. دي خدمه
دي خدمه والحمايه خدمه تانية خالص. فده كان جزء من المشكله كبيره جدا اللي موجوده في الاعلانات اللي شغاله على ميتا. كانت واحده مثلا من الكامبينز برضو نفس المشكله، انت بتلاقي في تفاوت ما بين الكامبينز اللي شغاله، حاجه محققه نتائج وحاجه تانية محققه نتائج بضعف. بصوا مثلا هنا في السي بي ام، بص شايفين السي بي ام هنا مثلا كان عامل كام؟ كان عامل 8، والكامبين الثانيه عامله 36 سي بي ام. ولذلك ده باين في النتيجه، يعني الريزلت هنا ب 44 ريال وهنا ب 20 ريال. طب القرار المفروض كان يبقى ايه؟ ان انا اسكيل على مثلا اللي محقق لي نتائج كويسه واقفل الثانيه. فلا، احنا ستيل بنصرف على الكامبين اللي فيها مشكله. طب دي نتائجها ايه؟ ان انت قاعد بتكولكت داتا على الاد اكونت بتاعتك مش بتاعتك اصلا. فتيجي مثلا تروح على الكونفرجن ريت رانكينج، فبتشوف مثلا ان انت عندك هنا انت بلو، انت اقل من الافريج. طب ليه؟ في حاجات انت في افريج فيها، فدي شيء كويس، طب ما تكمل. طب ايه الحاجات اللي محطوطه مخليه ده؟ فبتشوف الانترستد اللي محطوط اكتر من حاجه، والاكتر من حاجه اللي محطوطين دول انت اصلا حاطط كتير جدا، يعني حاطط بي ام وحاطط بنتلي وحاطط الناس اللي معاها لاكجري فيركتشال اللي هي المركبات اللي هي الحديثه، حاطط مرسيدس وحاطط بتاع 5000 ماركه. طب هل انت اصلا رحت عملت ماركت ريسيرش وعرفت ايه اكتر عربيه بتتباع هناك في السعوديه؟ لا. فانت من ضمن الحاجات اللي انت يعني مثلا، هل في حد هناك هيبقى عنده 18 سنه معاه بنتلي او معاه بي ام؟ لا. الحاجات دي احنا عرفناها لما اشتغلنا على السوق نفسه. فدي مشكله. فتيجي تشوف مثلا ان هنا في الاعلانات اللي محطوطه، ان انت مثلا من ضمن الحاجات اللي انت بتقولها ان انت بتماركت ان انت عندك عماله فلبينيه، وانت اصلا حاطط ناس هنود. فدي مشكله. الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتقلل السي تي ار بتاعك وبتعلي السي بي ام، وفي نفس الوقت هي مش اتراكتيف، الديزاينز دي مش اتراكتيف ليك. فده كانت المشاكل اللي موجوده، حاجه ما ليها علاقه بسيت اب الكامبين، وحاجه ليها علاقه بالكرييتيفز، وحاجه ليها علاقه بالقرار بتاع الناس اللي شغاله. انا سايب كامبينز الكوست بتاعتها عاليه وعماله تصرف في فلوس وانا ما باخدش اكشن عليها. فدي كانت مشكله كبيره جدا. مثلا من ضمن المشاكل كانت السب منيل ده. السب منيل ده مشكله كبيره جدا، إيه؟ ان الموضوع راجل عامل ماسك رشاش وبيرش العربيه، فالناس مفكره مغسله. فكان برضو فعلا اللي جاي من ضمن الفيدباك بتاعت الناس السيلز ان الناس كلها عماله تسال على خدمه التنظيف والتلميع. فكانت مشكله كبيره جدا. فكل الكامبينز كانت بالشكل ده، مفيش انواع، كلها واتساب. طيب من ضمن المشاكل الكبيره هي ان في اوفرلابنج في الاودينس. انت عمال تشغل كامبين وبتارجت نفس الاودينس، عمال تشغل كامبين انت. لا، ده في بقى اوكي، كان في اتنين شغالين على نفس الاد اكونت، وكل واحد عامل اودينس لنفسه، فالاودينس اصلا متداخل. بص الاوفرلاب ما بين الاودينس والتاني قد ايه؟ 49%، 83%. فكانت اوفرلابنج، انت عمال تعلي على نفسك السعر بشكل كبير جدا، لانك ما بتعملش اصلا اكسكلود. فحددنا المشاكل بتاعتنا ان في مشكله في الكرييتيفز اللي الناس بتطلع بيها، سواء فيديوهات او صور. الناس بتستخدم نوع واحد، ما بتقول للعميل انا ايدي في جيبك، تعالى ادفع فلوس عندي على طول، من غير ما تقول لهم انا مين، ولا ايه المنتج بتاعي، ولا ايه الخدمه بتاعتي، ولا الخدمه بتاعتي دي مناسبه ليك ليه، ولا انت بتحمي عربيتك ليه، ولا الكلام ده كله. مفيش تحديد، مفيش سيجمنتيشنز لكل باقه. احنا عندنا 3 باقات او 4 باقات بنطلعهم لنفس الاودينس، لنفس الناس، مفيش اختلاف. مفيش ما كانوش بيستخدموا الاي اي في الكامبينز. كل الكامبينز كانت عباره عن رسائل واتساب. وفي مشكله كبيره ان كل الكامبينز، يعني مثلا في 5 6 كامبينز مثلا معمولين جوه منطقه واحده زي الرياض، معمولين على 5 6 ارقام. فانت بتروح لنفس الاودينس بس عشان تروح لرقم مختلف. فممكن العميل يبعت لك هنا ويبعت لك هنا ويبعت لك هنا، انت قاعد بتنافس نفسك يعني. ما بيحصلش اكسكلود للناس اللي شافتك وخدت معاك اكشن.
فما فيش تتبع، ما فيش تراكنج للجزئيه بتاعه الحملات اللي شغاله. انت مش عارف الرقم اللي بيجي لك ده بيجي لك من انهي كامبين، ولا اللي بينفذ ده بينفذ من انهي كامبين، سواء اونلاين او اوفلاين. انت مش عارف اي حاجه، انت شغال على عماك. فحطينا شويه حلول ان احنا يبقى الفيديوهات بتاعتنا بتبدا بالخدمه، بدل ما احنا الصب من الكتابه. نستخدم فيديوهات بفويس اوفر، ننوع في الديزاينز اللي احنا نستخدمها، نستخدم رقم واحد في كل الاعلانات عشان نكولكت عليه الداتا كلها، ويبقى عندنا حد شخص يعني اوبريشن او سيلز او كاستمر سيرفيس بيكولكت الداتا دي، وهو اللي بيوزعها لمديرين الفروع بناء على اختيار الناس الاودينس نفسهم للفرع الاقرب ليهم. تمام. هنبدا ان احنا نوزع البادجت بتاعتنا على النوعات مختلفه من الكامبينز. شروق دي هي المين باور بتاع الشركه، يعني هي الكاستمر سيرفيس اللي يعني كانت سبب كبير في ان احنا نقدر نتتبع ونتراك الدنيا دي بشكل كبير، ان احنا نعمل فيديوهات مع انفلونسر ونشتغل عليها. ده كانت المشكله اللي موجوده في ميتا. طيب، نفس المشاكل دي كانت موجوده في التيك توك وسناب شات. طيب، في جوجل كان احنا عملنا اوديت على الكلمات اللي بنستخدمها، الكليك اللي بيحصل، معدل الظهور، النتائج، الحملات المستخدمه، والميزانيه اللي شغاله. فكانت دي الكامبينز اللي شغاله. بص قد ايه كامبينز شغاله، كتيره جدا، كتيره جدا، وكلها مش معروف ايه الاهداف بتاعتها. تمام. تيجي تبص هنا مثلا تلاقي الكوست بتاع الكامبين عامله 2، وكوست تانية عامله 4، والاثنين. هي دي كانت المشكله بقى، ان احنا قالوا ان النتائج في فتره معينه كانت كويسه، وبعديها بقت وحشه، واحنا مش عارفين ليه. فالفتره مثلا اللي هي من 28 لحد يوم 3 النتائج دي كانت كويسه، بعديها من يوم 9 لحد يوم 12 كانت النتائج وحشه جدا، والدنيا مفيش صحراء زي ما بيقولوا. فبدانا نشوف، لقينا الكوست هنا عندك بتاعت الكليك عليت، بقت الدبل، السي تي ار قل، الشير امبريشن شير، الشير اللي انت بتاخده بقى فيه مشكله. تمام. اللي هو ان انت ما بتظهرش ليه، يعني المشكله السيرش ادز توب، كنت انت اقل من 14 وبقيت 14. طيب الكونفرجن ريت قل بقى 14% بعد ما كان 20. طيب انت ليه الحاجات دي كلها عماله تقل؟ فبدانا نشوف، فرحنا نبص على السيرش تيرمز اللي معمول. السيرش تيرمز دي مش عارف الناس عارفاها ولا لا. الناس عارفه السيرش تيرمز يا شباب ولا لا؟ هو حد اصلا يشتغل جوجل فعارف السيرش تيرمز؟ لا احنا ما اشتغلناش جوجل الحقيقة. طيب، السيرش تيرمز دي اللي العميل بتاعك بيبحث بايه. لما تخش انت على جوجل بتكتب مثلا افضل دكتور اسنان في مصر، فيطلع الاعلان بتاعك. فانت بتطلع في حاجات، انت لما العميل بيكتب انت بتطلع في ايه. فدي اهم حاجه في اعلانات جوجل. ليه؟ لان انت ممكن مثلا انت عامل اعلان مثلا، وليكن اعلان مثلا تنظيف اسنان مثلا، فتلاقي مثلا حد بيكتب ايه افضل دكتور لتقويم الاسنان، فانت بتطلع. طب انت ما بتأديش الخدمه دي، فانت اعلانك بيظهر. طب هو اصلا السيرش تيرمز دي انت اعلانك بيطلع ليه؟ علشان الكي ووردز بتاعتك اللي انت حاططها، حاطط مثلا دكتور اسنان دي كي ووردز، فانت العميل بيطلع بيجي سيرش فهو بيكتب افضل دكتور اسنان، فانت دي كي وورد بستخدمها جوه السيرش تيرمز، الجمله البحثيه اللي هو استخدمها. تمام. فلقينا ان الموضوع فيه مشكله، ان الكلمات البحثيه اللي كانت بتتم، اول كلمه هنا في الفتره اللي كان فيها مشكله تلميع سيارات متنقل، واول فتره كانت النتائج فيها كويسه كانت 3 ام. طب ايه الفرق؟ الفرق ان تلميع السيارات المتنقل دي خدمه تانية خالص. انت لو موجود في السعوديه وعايز تغسل عربيتك بتتصل بشركه، الشركه دي تيجي تغسل لك عربيتك في مكانك، ملهاش علاقه اصلا بخدمه الافلام الحمايه. فانت عمال تطلع وعمال تجيب كليك وعمال تجيب ناس وبتاع، وهم مش الاودينس بتوعك نهائي. انت رايح لبوكت اوف اودينس مش بتاعك اصلا. طيب جايبه كام كليك؟ جايبه 271 كليك، وصارفه 413 من البادجت. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت اصلا النسبه 40% من الكليكات مش بتاعك، رايح لحاجه غلط.
طيب انت هنا لما كان عندك 3 ام، 3 ام ده المنتج اصلا اللي بيتم استخدامه في افلام الحمايه، فالناس بتبحث عنه، فانت رايح لناس صح. كان في جزء بتاع تلميع السيارات المتنقل، ولكن بنسبه اقل، بنسبه 7.8. انتوا متخيلين الفرق؟ فدي حاجه يعني ليها علاقه شويه بايه، بان انت بتعرف تقرا داتا. الداتا المشكله فين؟ طب حاجه تانية من ضمن المشاكل، ان انت كنت عندك هنا في الاماكن بتاعت اللي هي البليسمنت بتاعت ظهور الاعلانات، ان انت طالع في السيرش بارتنر بتاعت جوجل والديسبلاي نتورك، حاجات اللي هي ليها علاقه بالابلكيشنز والمواقع، ان انت بتظهر في المواقع. مثلا عارفين تبقى بتفتح موقع مثلا تلاقي اعلانات طالعه لك من تحت كده بتاعت جوجل وبتاع. فالناس مش بتهتم بالكلام ده، مفيش حد. الخدمه بتاعتك اصلا الكوست بتاعتها بتتكلم في 8 و9000 ريال. مفيش حد ياخد اكشن من الكلام ده. ده راجل هيدفع 8000 ريال ولا 9000 ريال، فلازم لازم يبقى واثق، ولازم يدور عليك مره واثنين وثلاثه، فلازم تظهر له صح. فاصلا انت هنا السيرش تيرمز بتاعتك، السيرش بارتنر واخده 54% من الاعلانات بتاعتك. فدي مشكله كبيره، واخدها من الكليك. فدي مشكله، انت طالع في المكان الغلط، فقاعد عمال تصرف في حاجات غلط. طيب الكيوردز نفسها، انتوا عارفين في 3 انواع من الكيوردز في جوجل. الناس عارفاها. انا حاسس ان انا يعني الناس شتت الناس معايا، صح ولا ايه؟ الناس تمام. هي معلومات جديدة بالنسبة لنا بس حاجة كويسة يعني. طيب اي حد في اي حاجه انا بقولها هو مش فاهمها يوقفني، يقول لي عمر اقف، فهمنا دي، ما عنديش مشكله، نقعد نفهمها مع بعض، ما عنديش مشكله. طيب الكيوردز دي اللي احنا كنا بنقول عليها فكره الدكتور الاسنان اللي كنت لسه بشرحها من شويه بشكل مبسط. في 3 انواع من الكيوردز دول: البرود، اللي هي تكون مفتوحه على طول، اي حد يكتب دكتور تطلع. الفريز اللي هي بتكون محدده، لازم يكتب مثلا افضل دكتور اسنان تطلع. الاكزاكت لازم يكتب دكتور اسنان بس. تمام. طبعا في الافضل ان انت تكون شغال على فكره كل واحده ليها استخدامات على حسب النيتش اللي انت شغال عليه، ولكن بيبقى في الافضل يعني الفريز. فلو لاحظتوا هنا ان هنا بصوا الكلمه اللي شغاله كانت برود باسم تلميع السيارات. طب الكلمة دي هي كانت السبب في السيرش تيرمز بتاع تلميع السيارات المتنقل. اللي حصل ايه؟ اللي السكرين حصل فيها ان مشكلة. الكلمة دي اتفضل. السكرين فيها مشكلة. اكبر طيب، ولا هي مش ظاهرة لا، خالص؟ مش ظاهرة خالص. طب في تمام حد كده. عنده السكرين؟ اتفضل يا احمد. هي كده تمام. طيب تمام. طيب فالفترة التانية دي الفترة اللي كان فيها مشكلة. طب الفترة التانية هتلاقوا مثلا ان الكيورد اللي كانت طالعة اهي، بصوا دي السيرش تيرمز اهي، وادي الكيورد. الكيورد هنا كانت برود اللي هي تلميع السيارات، وهنا السيرش تيرمز اللي طالعة اهي بسببها. وهنا بيقول لك كمان ان السيرش تيرمز ده طالع بسبب انهي كلمة؟ طالع بسبب كلمة تلميع السيارات. فانت كده بتعرف السبب. دي واحدة من المشاكل اللي كانت موجودة في الموضوع. طيب مش بس كده، كمان بقى الهيدلاينز. طيب تعال نشوف انت في الفترة دي كنت ازاي لما كنت بتطلع بكلمة تلميع متنقل. كان رقمك مع المنافسين في مقارناتك في الاكشن انسايتس اللي هي بيعرضها لك جوجل، ان انت كنت رقم 9 مع المنافسين. انت كنت بتظهر رقم 9. طيب لما كنت بتستخدم الكلمة 3 ام انت كنت رقم 1. طيب عندنا ايه تاني؟ دي برضو حاجة ليها علاقة بالسيرش تيرمز اللي شرحناها، ودي برضو الكيوردز، دي كذا بقى كامبين بقى. طيب كنت انا قلت لكم ان احنا هنقول على التول دي بتساعدنا ان احنا نفهم العميل بيعمل ايه جوه الويب سايت بتاعتنا. التول دي اسمها مايكروسوفت كلاريتي. انت بتسطب مايكروسوفت كلاريتي ده على الويب سايت بتاعك، سواء يو كان، سواء ايزي اوردر، سواء وورد بريس، سواء شوبيفاي. وبتبدا تشوف، بيبدا بقى يجيب لك بيعرض لك فيديو العميل بتاعك بيكليك فين، العميل بتاعك بيقعد قد ايه في كل صفحه.
العميل بتاعك بيعمل ايه. فمثلا من ضمن الحاجات هقول لكم على حاجه، في الفتره اللي كانت فيها النتائج كويسه، بصوا السكرول ديبس بتاع العميل كان قد ايه. كان 60% العميل قاعد بينزل ويشوف وعمال يقرا في الويب سايت وبيشوف حاجات عنه. وكان قعد مده قد ايه، بيقعد مثلا حوالي 26 سنه، اللي هي الافريج تايم سبيند. طيب العميل لما كانت ده لما كنا بنجيب 3 ام، لما كان عامل بالكلام اللي بيطلع على على كلمه 3 ام. بصوا الناحيه الثانيه لما كنا بنطلع على خدمه اللي هي تلميع متنقل ده، بص العميل كان بيعمل سكرول ديبس قد ايه، 28%. هو بيقلب مش فاهم ايه ده، مش ده اللي انا عايزه، فبيخرج. كان بيكمل 15 ثانيه في الموقع ويمشي. فدي كانت المشاكل اللي كانت موجوده، ان احنا ما عندناش تتبع، ما بنشوفش السيرش تيرمز بشكل يومي. ما فيش متابعه للكلمات، بتشوف ايه الكلمات اللي جايبه لي فسيبها، والكلمات اللي مش جايبه لي بقفلها. البليسمنت اللي قلنا عليه برضو، كنا بنستخدم اكتر من رقم في الاعلانات. بنستخدم حملات اعلانيه باهداف مختلفه، احنا مش عارفين هي ايه وليه، ولا عارفين ايه اللي بينجح ولا ايه اللي ما بينجحش، والكلام ده كله. فعملنا بعد كده، قلنا بقى ان احنا لازم نعمل سيرش تيرمز نتابعه، ونشيل الكلمات السلبيه زي التلميع المتنقل ده مش بتاعي، فانا بعمل له اكسكلود. نحط رقم واحد، نستخدم اماكن للظهور بتاعه الجوجل سيرش بس. نوزع الميزانيه بتاعتنا، نعمل يو تي ام بارامتر، ان احنا نشوف مثلا لما بنعمل كذا كامبين، نشوف العميل بيجي من انهي كامبين علشان نعرف كل الكامبين الناجحه. تمام. بعد كده عملنا شويه خريطه طريق، حطينا فيها سوات اناليسيز، وحطينا فيها الاهداف بتاعتنا، وقسمنا الجمهور بتاعنا والمنافسين والمحتوى ورسائل التسويق اللي هنبدا نشتغل عليها. آه يعني مش عايز ادوشكوا بقى في الحته دي فكره السيجمنتيشن زي احمد اللي كنت بكلمك عليها. انت بتقسم الجمهور بتاعك ما بين، مثلا كان عندنا احنا بنقسمه ما بين الافراد والشركات، وبعد كده قسمنا تقسيم نفسي، حاجه ليها علاقه الناس اللي بتهتم بالمظاهر، والناس اللي مثلا بتخاف من الخدوش، الناس اللي شايفه العربيه بتاعتها كاستثمار، وبتحب تبيع بعد فتره. بعد كده قسمنا الاودينس على حسب العربيات اللي موجوده معاهم، عربيات فخمه، عربيات رياضيه، عربيات عائليه، عربيات تجاريه. فبدأنا ان احنا نشتغل على تقسيمه الجمهور دي، وخدنا التقسيمه دي كسيجمنتيشنز، حطيناها في فكره حاجات ديموغرافيه، ايه السن اللي هنشتغل عليه، ايه نوعيه الحملات، ايه الاهتمامات، السلوكيات بتاعتهم بتاعت السعوديين، ازاي نوصل للسعوديين، ايه الاعلانات، المنافسين بتوعنا بيشتغلوا ازاي، طب واحنا ممكن نشتغل ازاي من بعدهم، نعمل فيديوهات قبل وبعد، نحط صور للعربيات قبل وبعد. طيب الرسائل التسويقية بتاعتنا هنتكلم ازاي، نوضح الخدمة بتاعتنا وتنفيذها عامل ازاي، وان في مصداقية، وان اي عميل هيجي من عند تاني هيجيب لي عميل تاني من طرفه ياخد فاوتشر مثلا خصم 50%. الحملات، المنصات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها، انواع الحملات، الميزانية هتتقسم ازاي، ازاي نتابع دي التولز بقى اللي كنت بقول لكم عليها، فكرة مايكروسوفت كلاريتي، الداشبورد نفسها. اخر حاجه كانت الجوجل اناليتكس، ان انت بتربط وتشوف جوجل اناليتكس. طبعا كل الحاجات دي ان شاء الله ان شاء الله، يعني لو كان في فرصه تانية ان شاء الله يعني بفضل الله نقعد بقى نفتح الحاجات دي ونتكلم فيها مع بعض بشكل كبير. طيب الكلام ده كله ودانا فين؟ يعني ماشي حلو الكلام ده كله جميل. عملت بقى ايه بقى الكلام ده ووصلنا خلانا نحقق ايه؟ الكلام ده الحمد لله بفضل الله، ان احنا اشتغلنا بقى اللي احنا عندنا دي مقارنه ما بين المبيعات اللي تمت. يعني الحمد لله بفضل الله، في كانت المبيعات في شهر 12 كنا عاملين 492 ألف ريال، وفي في شهر واحد عملنا 1,135,000 ألف ريال. ده كان بعد اول شهر شغل الحمد لله، وان احنا اشتغلنا بالجزئيه دي كلها. الحمد لله في الريبورت بتاعنا ان احنا النسبه بتاعتنا بتاعه الفروع بتاعتنا زادت بنسبه 51%، وصرفنا اقل. يعني احنا الرقم 492 الف ريال ده كان متحقق بمعدل صرف 55 الف ريال. المليون 135 ألف ريال دول اتحققوا بفضل الله بصرف 30 ألف ريال أو 39 ألف ريال بس. فده جزء من الكيس ستادي اللي احنا اشتغلنا عليها واشتغلنا فيها زي ما قلنا بقى. استخدمنا رقم واحد، وزعنا الحملات، استخدمنا جوجل ماب لأنه مهم جدا في السعودية. وبدأنا بقى نقسم، ودي نقطة مهمة في فكرة الشهر، إن احنا قسمنا الشهر بتاعنا لأربع فترات
عشان نعرف اني فتره فيها افضل، وازاي بعد كده نجروس في اني حته ونسكيل في اني وقت. و... و... والداتا دي لما جمعناها عرفنا بقى بيجي لنا كل فتره عدد ارقام قد ايه، كم عميل بيتم التنفيذ، عشان نعرف الكباسيتي بتاعت الفروع بتاعتنا تستحمل قد ايه، عملنا مبيعات قد ايه، المتوسط بتاعت قيمة الطلب بتاعنا ان العميل بيطلب بمتوسط قد ايه، طيب صرفنا قد ايه اعلانات، تكلفة العميل الواحد بتاعنا قد ايه. فلما نيجي نجروس لازم الارقام دي كلها تبقى قدامنا، نبقى شايفينها، عشان واحنا هنزود في ايه. انا لو زودت في عدد ارقام، طيب انا الكونفرجن ريت بتاعي عامل قد ايه، عامل 10%، طب انا ازود في انهي فترة، طب لما هزود ايه اللي هيزيد، عدد العربيات، طب هل لو انا عليت المتوسط بتاع تكلفة الطلب خليته من 6400 خليته 7، ده ممكن يعمل معايا ايه. فكل الكلام ده كله بنشتغل عليه. الحمد لله بفضل الله ان احنا ما زلنا مستمرين يعني. البروجكت ده بفضل الله وصل دلوقتي ان احنا بقى عندنا 12 فرع في الوقت الحالي. الحمد لله محققين نتائج يعني كويسة. بس فده فاينل يعني، كانت الكيس ستادي اللي احنا حبينا نشتغل عليها نعرضها لكم. وانا كده خلصت. لو في حد عنده اي سؤال اي استفسار، عنده مشكلة بيقابلها في اي حاجة، انا معاكم. معلش انا اسف طولت عليكم بقى. طبعا بشكرك يا عمر على السيشن الجميلة دي مع الناس. في ناس طبعا كانت موجودة معانا حاضرة، فممكن نكون شبه ان الموضوع لسه جديد عليهم، لان الليفل بتاعهم لسه ما وصلش لفوق المتوسط. بس هم النهارده يستفادوا يمكن بفكر شوية مختلف ممكن بيكونوا بيشوفوه في محاضرات قبل كده. فكرة ان انا بشرح وبتكلم معاك في كلام ان جنرال، مفيش حاجة محددة على كيس ستادي معينة يعني. فهم يستفيدوا برضه بفكرة الكيس ستاديز دي، اكيد هتفيدهم ان شاء الله ان وباذن الله شاء الله. يكونوا متابعين مستفيدين ان شاء الله. حد عنده سؤال يا شباب يسأله لعمر قبل ما نقفل؟ احنا الأول بنشكرك يا باشمهندس عمر على المحاضرة الجميلة ديت، يعني تسلم. استفدنا منها كتير حقيقي يعني. ربنا يخليك، تسلم يا احمد، شكرا. ونتمنى إن احنا نسمع صوتك دايما يعني في كذا محاضرة يعني، استفدنا يعني ان شاء حقيقي. الله انا موجود معاكم برضو في الجروب، يعني لو حد يحتاج اي حاجة انا معاكم في الجروب، ما عنديش مشكلة يعني. إن شاء الله. طيب التوفيق ليك يا عمر، وشكرا طبعا ليك على السيشن الحلوة دي و... شكرا بس. وإن شاء الله يكون لينا موعد إن شاء الله جاي مع عمر برضو، نعمل نظبط معاه كذا حاجة برضو للناس اللي هم المبتدئين. بس إحنا عايزين نشوف الحضور مع الناس عامل إزاي عشان نقدر ناخد الحافز إن إحنا نساعد أكبر عدد من الناس. وأنا قاصد صراحة إن أنا يعني ما أعلنش أو أسوق لأي جزء من الأجزاء ديت عندي على البروفايل بتاعي إلا في وقت السيشن او قبليها بكام ساعه، عشان برضو انا عايز اشوف التفاعل بتاع العدد اللي موجود على الجروب بالنسبه او اهتماماتهم ايه، عشان نقدر نلبي احتياجات. لان انا مش هدفي يبقى الجروب 2000 ولا 3 ولا 10، هدفي ان انا لو بس عندي 500 فرد موجودين على الجروب وبقدر ان انا نساعدهم او نساعد بعض ككوميونتي كويس، افضل بالنسبه لي من 1000 و2000 و10 والجروبات اللي هي بتاخد بالارقام. والعكس الجروب لما بيكبر المسؤولية بتزيد، فأنا عايز مسؤوليتي على قد الوقت بتاعي وعلى قد وقت الناس اللي تقدر إن هي تساعد. فمش عايز المسؤوليات تزيد، أنا مش واحد من الناس مش عايز الجروب يزيد، بس على الأقل يبقى العدد الموجود يبقى فيه نسبة 10% أو 20% بيستفيدوا من اللي بيتقدم له. فإن شاء الله الكلام ده تباعنا هنعمله مع بعض بإذن الله. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله نتقابل في سيشن جاي. شكرا ليك يا عمر، وشكرا لكل الناس اللي حضرت النهارده. مفيش فيديوهات يا دكتور عن الاعلانات والحاجات دي للمبتدئين؟ دي احنا لسه بنشوفها يا محمد، بس زي ما قلت لك اديني حافز عشان اعمل ده النهارده. انا النهارده لو بنتكلم في عمر من يعني مش عايز اصغره قوي كده اقول ان هو من تلامذتي، ولكن من الناس اللي حبيت اللي انا اشتغلت معاهم واشتغلوا معايا في التيم، وكنت مبسوط بشغله واداؤه فرق معايا جدا في شغلي مع شركات كتير اشتغلت معاهم. ف... فانا النهارده عمر انا عشان ادخله كونسلتيشن زي اللي مع حضراتكم النهارده مثلا، فوقته بفلوس،
فبالتالي النهارده انا لو هديك حاجه زي كده فور فري او اديك قيمه النهارده، فالنهارده على الاقل القيمه تكون على قد المجهود اللي انا ببذله معاكم. يعني النهارده احنا حوالي 4 أو 5 حاضرين، فالنهارده اتمنى الاقي النهارده 20 فرد بس حاضرين، ولا 10 15 فرد بس بيحضروا، بس بيستفيدوا بس ايه مني. فدي بيديني حافز نفسي ان انا اكمل. احنا النهارده لما بننزل يا جماعه قولوا ريفيو عن السيشن، احنا بلاقيها صحراء، فده ما يديش حافز ان انت تكمل في اللي انت بتعمله. فهي بيبقى فيه على فكره الكلام ده مش معايا بس، الكلام ده مع كل الناس اللي موجوده، واحنا مش بنستنى ان حد يقول لي انا كلمه حلوه، ولكن بنستنى ان احنا ناخد تحفيز عشان اكمل معاك ده، واحس ان في اللي انا قلته ده ما كنتش بقدم في صحراء مثلا، او ان انا كنت بقول يعني بقول اي كلام والناس ما كانتش بتفهم. يعني زي المدرس كده ما يدخل فصل ويشرح حصه كامله، في الاخر الطلبه ما يطلعوش مستفيدين، وهو طول الساعتين اللي قعد فيهم ولا الساعه ونص اللي قعد فيها هو للاسف مجهوده ما كانش في مكانه. يعني فهو احنا بنحس بكده ان المجهود مش في مكانه. فهو لو في ده وفي حافز ان يحصل حاجات زي كده في اللي جاي، فنبدا نعمل حاجات للمبتدئين مع ناس محتاجين ان هم يعني يعملوا شير للخبرات بتاعتهم. عمر النهارده عنده خبرات عظيمه. النهارده عمر يعني ليه النهارده عمر انا اللي بزقه يطلع عشان يتكلم ويدي من الخبرات دي للناس. النهارده اسلام عنده خبرات حلوه في حته كويسه للمبتدئين، بس انتوا ما عرفتوش تطلعوا منه. الاسئله ما احنا كانتش كنا صح. في محاضرة الدكتور اسلام، الايه؟ تهت جامد، شرح حاجات كتير قوي. ايوه، و ما هو لان ما انتوا هنا ما حددتوش هنا الاسئله بتاعتكم ما كانتش محدده، فانتوا سبتوه هو ايه. يعني هو عنده حماس ان هو جاي داخل السيشن، وعنده حماس ان هو يفيد كل الناس فدخل ادى كل اللي عنده. هو ده طبعا ما كانش ممكن ان هو يبقى صح في وجود الاسئله بتاعتكم. فده حاجه من الحاجات برضو. برضو يعني انا عايزكم يعني تعملوا حساب ان النهارده انا لما هجيب النهارده محمد مثلا، انت كمحمد اكيد عندك خبره في حاجه معينه، وعايز يا محمد تضيف لنا احنا حاجه معينه. فطبعا انت هتلاقي ممكن ما تطلعهاش بشكل كويس عشان انت ما عندكش ممكن اللي هي الحته بتاعت التريننج شويه. انا راجل النهارده داخل في ال 12 سنه وفي ال 11 سنه تريننج، فعارف اوصل واقسم واظبط ازاي. بس النهارده حط في اعتقادك ان الناس اللي جايه هنا مش جايبها عشان هم محاضرين، انا جايبها عشان هم عندهم خبرات. فوارد يحصل منهم ان هو ما يوصلكش المعلومه صح، بس هو عنده خبرات حلوه. بس هو وارد ان هو ما يوصلكش الايه المعلومه صح. بس طب ده يجي منين بقى؟ يجي منك انت. انت كمتلقي لازم توجه الشخص اللي بيشير معاك الخبرات بتاعته بالاسئله. قول له انا دلوقتي عايز الحته الفلانيه، فيبدا يشرح لك. عايز الحته العلانيه، يبدا يروح معاك في الحته دي، فيبدا يديك اللي انت محتاجه، فتحس ان انت طالع مستفيد. فده اللي انا اتمناه بقى في اللي جاي برضه ان شاء الله يعني. ف... إن شاء فان شاء الله الله. يكون في حاجات زي كده نحاول ان احنا نعملها ليكم، بس زي ما قلت لك كده ان شاء الله نشوف حافز ونشوف بشكل افضل، وباذن الله ده يكون موجود ان شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله، جزاك الله خير. حبيبي حبيبي، ان شاء الله اشوفكم على خير بقى ان شاء الله يا جماعه السيشن اللي جايه، ونعمل عليها فوت كده ونشوف الناس اللي هي هتيجي، لان دي محاضره مهمه في ناس كتيره جدا مستنياها. لو انا عايز اعمل بلان كخطه للاعلانات ببادجت معينه، فازاي بنقدر نقسم البادجت على البلان، وايه الخطوات اصلا اللي بنعملها، والبريف بناخده ازاي. كل الكلام ده هنتكلم فيه ان شاء الله السيشن اللي جايه. اشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.